خرجت من صالة الحفل وهي كتنهش، مشات كتجري للغرفة، خدات واحد الحبة من دوائها وحطت يدها على قلبها. تنهدات بألم وقالت: يا ربي يا ربي هون عليا هاد الحريق. كانت الموسيقى صاخبة في جميع أرجاء الفيلا. مني طلع ريان للدروج وهو معصب، ما كيحملش الأصوات العالية وما كيحملش هاد الاحتفالات العائلية. اليوم هو يوم مهم بزاف، هو احتفال بزواج خوه الكبير رامي. وباه وعمو عرضوا على الصحافة وعرضوا على واحد الفرقة كبيرة ومشهورة في البلاد باش ترقص، وواحد المغنيين آخرين مشهورين باش يغنيو، وفرق أخرى باش يعزفوا. احتفال فاخر وكبير كيليق بحفيد عائلة سليمان شهامة. وصل الكلوار اللي فيه بيتو، كيبانوا ليه جوج ديال البنات من الخدم غادين وكيشوفوا فيه بهيام. ما تسوقش ليهم، نفخ بعصبية ودخل لبيتو، ولكن تصدم من يحل الباب لقى واحد البنت جالسة على الأرض. سد الباب من موراه وقرب منها بهدوء. هي من يحسس بخطواته وسمعت الباب تسد دارت شافتو، دورت يديها بالزربة مورا ظهرها وبقات كتشوف فيه وهي خايفة. ريان قرب منها وقال لها بعصبية: شكونتي وشنو كديري هنا؟ ديالا صرت تسرقها بتوتر وقالت ليه: انا كنت غير كنظف الغرفه وخارجه. ريان طلع الحاجب ديالو الايسر وقال لها بسخريه: ومنين انت اختي كتنظفي؟ علاش جالسه في الارض؟ قالت لي: لا راه غير طحت. جاوبها بعصبيه وقال لها: صافي نوضي خرجي عليا من بيتي. وبالفعل ناضت بهدوء وتمت غدا جهه الباب، وقبل ما تخرج شاف فيها وقال لها: قولي لي واش انتي وحده من الخدم ياك؟ حركت راسها بقاه وخرجات. ريان تكا على فراشو وبدا كيمسد جبهته كيحاول يتخلص من داك الصداع. ريان هو شاب وسيم في العشرينات من عمره، شخصيته قوية بزاف، عزيز عليه الهدوء وما كيحمش الأصوات العالية والحفلات العائلية اللي كتقام في الفيلا. بعض المرات ملي كيجلس مع راسو كيتمنى أنه يكون ولد عائلة صغيرة، عائلة بسيطة متواضعة، يحل باب الدار يلقى واحد الجو أسري هادئ. طلع عليه هاد الهرج والمرج في راسو. فيما كتكون شي مناسبة كيلقى الصحافة. عنده أخ واحد اللي هو رامي كبر منه ب4 سنين. الوالدة ديالو يلا توفات من شي عامين دابا، كان متعلق بها بزاف. هي كانت قريبة عليه، كتحماق عليه وحنينة فيه. والأهم من هذا كانت طباعه بحال طباعها، أو لا يمكن هو رث منها الطباع ديال الهدوء، وحتى هي ما عزيزش عليها الصداع والهرج والمرج. بصعوبة باش تقبل خبر وفاتها، ولكن ربي عطاه واحد الصبر واحد الهدوء. ما بكى ما حتى شي حاجه، لدرجه ان باه تخلى عليه بزاف واصر انه ياخذ لطبيب نفسي، حيت كان عارف انه هو متعلق بها بزاف، ولكن ما بغاش ليه. في النهايه اتفق مع باه انه غادي يسافر لبرا باش يكمل قرايته بالخارج كيف ما كان كيحلم. ولكن حتى وكان يسالي العرس ديال خوه. ديالا خرجت من الغرفه ديالو بهدوء، شافتها مرت باها شاهنده، بدات كتغوت عليها حيتاش تعطلات. شويه بدات العروض وبداو بزاف ديال الناس كيدخلوا للفيلا. هنا ريان كان داخل الحمام ديالو كيدوج. من نسالة خرج للغرفه ديالو، خدا مسكن الالم اللي في راسو، لبس حوايجو اللي كانت عباره عن واحد الكوستيم في اللون الاسود، واحد لا شوميز في اللون الابيض الناصع، دار عطرو الرجولي وشعرو هزو الفوق شويه بجال. شعرو رطب بزاف، ضروري كيتبتو بجل باش هكا ما يبقاش يهبط ليه على عينيه. وكذلك قوي، شعرو كيشبه لشعر مو الله يرحمها، شديد السواد. عيونو بلون العسل الصافي، مخلي واحد اللحية خفيفة في وجهه ديما كيتراسيها، كتعطيه واحد المنظر جذاب ورجولي. في اليد اليسرى دار واحد الساعة كلاس اللي كان شاريها من واحد الماركة عالمية، وفي اليد اليمنى دار واحد البراسلي ديالو كان ذكرى من عند الوالده ديالو الله يرحمها، واحد البراسلي ديال الجلد زوين بزاف وانيق وعليه حروف الاولى من اسمه. تم غادي هابط في الدروج، مشى عند خوه عنقو وطبطب على ظهره وقال: مبروك العريس ديالنا، مبروك عليك، الله يكمل بالخير.
رامي ضحك وقال: الله يهديك، اش من عريس، انا كاتبه ليا انت هو العريس. راه اللي غيشوفك غيشك بيناتنا، ما غيعرف العريس واش انت ولا انا. على كل حال الله يبارك فيك. ضحك ريان وقال: شنو زعما على الحطه؟ ما جاتش باللبسه صديقي. دخلوا للقاعه ديال الاحتفال حيت الفيلا كانت كبيره بزاف. البنات طلبوا من المغني انه يدير لهم واحد الاغنيه باش يرقصوا عليها، وغير شافوا ريان ورامي دخلوا حتى داروا بهم. البنات كانوا بحال شي اميرات، لباسهم كيحمق انيق، كل وحده وشنو لابسه. اللي عندها مع البلدي لابسه التكشيطه المغربيه، واللي ما عندهاش مع البلدي لابسه غوب صواغي. شحال من وحده دارت به باش يرقص معاها، حيت العريس جار مراتو بدا كيرقص هو وياها، ولكن هو ما تسوقش ليهم، مشى جلس بعيد في واحد الكرسي حاس بالملل الشديد. كان كيشوف ان ما كاينش داعي لهذا الشيء كله، كان ممكن يكون مجرد عرس عادي كجميع الاعراس المغربيه، ماشي ضروري من هذا البذخ. شويه وصلت الفقره ديال واحد الراقصه استعراضيه، دخلت للحلبه وبقات كترقص بكل احترافيه، لابسه واحد اللبسه معريه. طلع حجبانو باستغراب، كانت بحال شي حوريه، ولكن شاف فيها باستحقار. مني عقل عليها، مني عرفها بانها هي الخادمه اللي قالت ليه بانها كتنظف الغرفه ديالو. ولكن علاش كذبت عليه؟ هي ماشي خادمه، هي راقصه. ما عجبوش الحال، حس براسو مخنوق، ما حملش هاد الاجواء الرخيصه كيف ما سماها هو. ما كانش ضروري لهاد الراقصه، وما كانش ضروري من هاد الفقره من الاساس. خرج برا باش يشم الهواء نقي في الجردة. كيف ما قال هو لداخل هذيك المناظر المنحلة كيف ما سماها خنقاتو. حط يديه في جيابو وبقى كيشوف الفراغ قدامه، بقى كيتمشى. وصل لواحد الكلوار اللي كيدخل للفيلا. سمع شي صوت ديال شي بنت كتضحك. قرب شويه لقاها هي نفسها كتضحك مع واحد الراجل اللي من الطبقه البرجوازيه. هي ماشي غير راقصه فقط، بل ساقطه وغير محترمه كيف ما سماها هو. دارت بفزع مني سمعته صوت الرجولي وهو كيسخر منهم. مني قال ريان: عمو حامد، شنو هاد الشي؟ عيب عليك، البنت قدح فايدك. وحتى الا بغيتي يا سيدي شوف لك شي وحده نقيه، ماشي من هاد الاشكال اللي كيجريو غير مورا الفلوس. طلعها وهبطها وقال: كلكم بحال بحال. تخداهم ومشى. هي شفت في هذاك الراجل اللي سميتو حميد وقالت بغضب: شكون هاد البرهوش؟ حميد قال: هش اسكتي، شمن برهوش؟ هذا راه ولد عائله سليمان شهامه اللي انت جايه باش تاخدي من عندهم الفلوس. شقات وقالت ليه: شنو ناخذ من عندهم الفلوس؟ على مالي انا جايه نسعاهم؟ راه انا هرقت فيهم سيدي. ايوا المهم جدي خليتك على خير، راك جدي نيت مادام ما قدرتيش ترد عليه. ريان طلع للغرفه ديالو، كان معصب بزاف. كيفاش وحده بحالها زوينه ومازال صغيره تخدم رقاصه، وكيفاش لابسه هاد اللبسه اللي معريه شي شويه. علاش هاد الانحدار؟ علاش هاد الرخص؟ المهم سالت العروض بعد عده ساعات وكل شي مشى في حالاته. اما الانذار كل واحد طلع لبيته باش يرتاح. غدا عاد العرس الرسمي الكبير، بحال اللي تقولوا اليوم غير الحنه في واحد البلاصه اخرى، وفي واحد المنطقة ماشي راقية بحال هاد المنطقة اللي فيها الفيلا، واحد المنطقة شعبية. كان سمير كيحسب في الفلوس وهو كيضحك بسنانو الصفرين فرحان. جلست شاهين حداه وقالت: ويلي 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 شحال جمعنا. قال لها: وياه عندك الحق، كون غير كانوا العائلات بحال هاد العائلة وناري شحال كيغرموا. سمير شرب من واحد الكاس اللي كان حداه، اللي هو كاس من واحد المشروب مخمر كيموت على الخمر، وقال: هادي رابع عائله كتغرم علينا قد هكا، وحنا غاديين كنتشهروا، واحد غادي يقولها لواحد وغيبقاو الناس كيعيطوا علينا، وخصوصا الناس الالبه. تخيلي من بعد 10 سنين شحال غادي نكون جمعنا، غادي نوليو لاباس علينا. شاهين قالت: الف
قالت لي شاهندة سمورتي، شوف انا محتاجه شويه ديال الفلوس، بغيت نشري لباس ونشري روايح ومكياج. المهم راك عارف، بغيت انا نكون زوينه بحال بنات الاليبا. سمير نفخ بعصبيه وقال لها اسمعي الشريفه، ما تبقايش تعندي ليا مع الناس اللي لاباس عليهم، هادوك راه بنات البورجوا، حنا ما غاديش نوصلوهم. انا الا درت معاك زوين غدا نعطيك واحد 500 درهم تشري بها كاع داكشي اللي بغيتي. ياك اخويا، حنا ما غاديش نوصلوهم وهما بزاف علينا، غير ملي غادي نبغيو نتكساو وغنبغي نشري انا داكشي اللي بغيت. ايوا، والشراب اللي كتشريه انت ما كتمشيش انت تشريه من نفس المحلات اللي كيشريو منه هما؟ ياك هما نفس المحلات اللي كتشري منهم انت كتشري منهم هما، ياك هو نفس الثمن اللي كتشري منه انت كيشريو به هما. ايوا، او ما تنساش واحد الحاجه، باللي انا اللي معلمه ايمان الرقص، يعني هادشي كله اللي حنا فيه بسبابي انا وديالا، حتى انا اللي معلمها الشقه. يعني اسيدي بلا بيا هادوك الجوج ما كانوا غادي يعرفوا يديروا حتى شي حاجه، وحتى الخدمه انا اللي كنجيبها بالمعارف ديالي. سمير شاف فيها بعصبيه وقال لها صافي صافي سكتي، دابا غتبقاي تمني عليا يخ، الصباح لله. قالت ليه الصباح ديال الله ماشي ديالك، ايوا طلق هنا الفلوس. ايمان جلست على الناموسيه وقالت يا ربي يا ربي طلعوا يضروني، ورجليا منملين عليا من التحت، وهذاك الكلب الله ياخذ فيه الحق. تخيلي اليوم راه خدمت اكثر من 9 ديال السوايع متواصله بلا رحمه بلا شفقه، وفي الاخر يجي هذا الكلب ياخذ الفلوس كلها بوحده. طلع حرام، بغيتو ياكل فيهم جديد، بغيت ليه مصيبه. ديالا جلست حداها وطبطبت على كتفها بحنان، جبدت واحد البوماده ديال الطياب وبدات كدهن لختها ظهرها. ديالا هي التوأم المتطابق الايمان، ما كاين حتى شي فرق بيناتهم، حتى سمير وشاهندة ما كيفرقوش بيناتهم. الفرق الوحيد بيناتهم هو الشعر، هما بجوج بهم شعرهم دو ناتور رطاب بحال الحرير، ولكني ايمان شعرها كتبوكليه، وهذه كانت فكره ديال باها، حيت هو كيشوف واحد الراقصه مشهوره شعرها بوكلي وعطيها واحد الاثاره وملفته للانتباه بشكلها، داكشي اللي دارت حتى هي. هذا هو الفرق الوحيد اللي كيفرقهم. ديالا بقات كدهن لختها داك البوماده، حست شويه بالراحه، نهدت ديالا بحزن وقالت لها سمحي لي يا اختي انا اسفه. قالت لها كيفاش اسفه؟ وزيدون ما طلبش سماحه، انت ماشي الخاطرك ديالا، حيت هذاك الكلب كل ما كنتيش مريضه او الله يخدمك وزيدك حتى انت تشطحي، ولكن هو متاكد ان قلبك ما غاديش يستحمل، حيت الطبيب قالها ليه وقال لي بان قلبك ضعيف. وزيدون على مالكي جالسه مربعه يدك، وحتى انت راك كضربي الشفاف كدوز عليك الدكاكه في الديور، حتى انت يا حبيبتي راك كتعياي. نهدت بحرقه وقالت لها امتى الله سبحانه وتعالى يتوب علينا من هاد العيشه، انا عييت. ديالا بقات كتبكي وقالت انا ما عارفاش كيفاش اب يدير في بناته هاد الشيء. ضحكات ايمان بسخريه وقالت لها اودي منو عادات وما اكثرهم الكلاب. هادشي علاش كنقول على الاقل حنا راه مخبيين بين 4 الحيوض، كل ما خفتش على راسي وخفت عليك اختي كراوا هربنا من شحال هادي. وزيدون واخا نهربوا، انت شتي اخر مره فاش درنا هذيك المحاوله باش نهربوا لقانا بين ليله وضحاها، وشوفي كيفاش ننتقم منا، انت حرقك باش يربيك وانا ربطني وحرمني من الماكله 3 ايام، الله ياخذ فيه الحق. انا ما عرفتش كيفاش قدر يديرها، ربي هو الوحيد اللي كيعذب بالعافيه، وكيفاش قدر يشوه واحد الجسم اللي كيجيب ليه الفلوس. ايمان جرت ديك البوماده اللي كانت في يد اختها ديالها وكانت كدهنها ليها، قالت لها اعطيني لهنا اري رجلك. قالت لها لا بلاش غندهنها راسي. قالت لها اري رجلك اعطيني ندهن لك، انت راه الصباح وما طال وانت واقفه على رجلك كتغسلي في الماعن. عرفتي شنو شتي انا هذيك شاهنده والله حتى كتبان ليا ظريفه احسن من بابا، بالرغم من انها مرتبانه وهي اللي خصها تكون شريره، انا كتبان ليا احن منه. ايمان جاوبتها بسخريه وقالت سيري سيري الله يهديك،
ما كاينش شي وحده حنينه قدك. هذيك راه واحد الشلابيه منها ما كان. ما تنسيش يا حبيبتي بانها هي واختها هي اللي علمتنا، غير انا علمتني نشطح وانتي علمتك الحبيبه ديالي تشقاي وتضربي الجفاف، ياك ما نسيتي؟ وزيدون، علاش غادي تتعامل معنا خايب ورا غير راجلها فيه الكفايه، هذاك راه قايم بالواجب ديالها. جاوبتها بحسرة وقالت: وياه ما كدبتيش، الله يرحمك ميمتي الحبيبه، كو كانت هي اكيد كانت غادي تمنعو وما غتخليش يدير معنا هاد الشي. ايمان شفت فيها وقالت لها: من نيتك، كي شتي هي مسكينه كتقدر حتى تدافع على راسها، اودي كو كان الخوخ يداوي كون داوا راسو، هي راه كانت كتاكل قتله العصا بالصباح والعشيه، وهي بعدا كانت كتقدر عليه واخا تكون عايشه ما كانت غتقدر دير والو. جاوبتها ديالها بحزن وقالت لها: وي ولكن على الاقل راه كانت كتخدم وكتعاونو، يعني كانت غطاكي علينا الصاد وما كناش غادي نضطروا حنا نخرجوا نخدموا. لا لا حبيبتي، راه ديك الساعات غير كنا حنا مازالين صغارات، يلا كانت عندنا 10 سنين، اما مني غادي يشوفنا كبرنا واخا تكون باقا عايشه والله تيخرجنا نضربوا عليه الدكاكه. حيت اصلا امك مسكينه فاش كانت كتخدم، راه كانت كتخدم عيا في الديور، مسكينه تا هي عيات وضربات تماره في الديور، من هاد الدار لهاد الدار، من دار لالا لدار سيدي، كتجي مهدوده. ولا قالت ليه ما فيا اللي طيب ولا شي حاجه كينوض عطيها قتله ديال العصا، حقولها مسكينه ما تنتحر، عيات وما بقاتش قادة تحمل، انتحرت وخلاتنا عليه. ديالا قالت لها: وياه شتي هاد الكلام من 7 سنين فاتوا، ولكن انا عاقل عليه كانه يلا وقع البارح. ايمان قالت لها: اي والله ياخذ فيه الحق، ربي كبير يمهل ولا يهمل، ونوضي بدابا نعسو، غدا راه غادي نخدمو عند واحد العائله واحده اخرى، ارتاحوا بعدا غير شي شويه. ومرت ايام متشابهه على هاد الشكل وكل واحد على حاله. ريان كان واقف في الشرجم اللي كيطل على الحديقه، دار يديه في جيابو وساهي وكيشوف، ساهي في هذيك البنت اللي كتشبه الوالده ديالو، كانت بحال شي حوريه. نفخ بعصبيه وقال: ولكن علاش كتخدم هاد الخدمه؟ تمنى كون عاود شافها، اشتاق ليها، دخل عليه باه. مني قال ليه: شوف ولدي، الوراق واجدين والطياره من هنا ل4 سوايع. ابتسم ريان وقال: واخيرا غادي نسافر. بعد عده ساعات كانت العائله كتودع ريان في المطار، غادي يسافر خارج البلاد. بعد عامين كانت واقفة إيمان مورا الريدو كتصنت على كلام باها مع مراتو شاهندة اللي قالت ليه بلاش عليها سمير، راه البنت كتخدم في الديور وراه كتجيب لك الفلوس، بلاش عليها من داك الشيء. جاوبها بسخرية وقال لها: فلوس؟ اش من فلوس؟ واش كتسمي هذاك الرياليت اللي كتجيب فلوس؟ انت راكي عارفة اللي كاين وعارفة شحال كيعطوها. وزيدون، هذاك الراجل غادي حماق على ايمان مني شافها وهي كترقص في حفله راس السنه، وعرض عليا واحد المبلغ كبير مقابل انني نعطيها ليه. واش عارفه بعدا شحال غادي يعطيني؟ الا جلست حياتها كلها كتخدم في الديور ما غتجمعش حتى نص هذا المبلغ. بلا ما نهضروا على مرض القلب اللي عندها، قلبها غادي وكيعيا. ايوا مني غادي يعيا راه ما غتبقاش تخدم كاع. عرفتي شنو غادي ندير انا؟ غادي نعطيه ديالا على اساس انها ايمان، حيتاش هو ما عارفش انهم جوج، حيتاش ايمان راه كتخدم مزيان وكتجيب الفلوس، ما غاديش نضحي بها ونبقى انا بلاش، ولكن ديالا كتدخل ديك الريالات ما عندي ما غندير بهم. جاوبته شاهندة وقالت: ولكن ديالا ما تقدرش تزوج، ياك ما نسيتي كلام الدكتور؟ قال لها: لا، هو قالها على الخدمه اللي كتكون زعما كثيره لي طرافو فورسي، وقال لك زعما الا الحاله ديال القلب ديالها تدهورت في المستقبل ما غاديش تقدر تزوج. ايوا ولا مشات فرصه عليها والبنت وقعت ليها شي حاجه اش غادي يوقع ليها؟ غتموت زعما؟ ايوا لا ماتت غيكون عمرها انتهى. إنا لله وإنا إليه راجعون. علاش كاين شي واحد كيموت ناقص عمر الا وصل الاجل ديالها راه غتموت، سوا عنده سوا عندنا. وزيدون صافي سكتيني من هاد الهضره، الراجل راه غدا غادي يجي
وعندك تجيب دي حس هاد الهضره قدام دوك الكلبات. دابا يمشيو يهربوا عاوتاني وما نعاودلكش شنو غادي ندير فيك. غنعرفك غير انت اللي قلتيها ليهم، حيت ما كاينش اللي غايقولها لهم من غيرك. ايمان شهقت بصدمه، حطت يديها على فمها باش ما يسمعهاش باها، حيتاش ما قدرش تضبط ردة فعلها. ما تيقتش ان باها بهاد الحقاره غادي يبيع ديالها على اساس انها هي. دخلت الغرفه وهي مصدومه من هادشي اللي سمعات. ديالها غير شافتها حست بالقلق وقالت ايمان مالكي، علاش داخله وجهك صفار كلك كترعدي؟ جرتها ايمان وبدات عنقتها وبقات كتبكي. بعدتها عليها وقالت لها سمعي يا اختي، انا بغيت نقول لك واحد الحاجه مهمه، خصك تفهمي كلامي وخصك تسمعيني. ديالا حركت راسها وشافت فيها بخوف وقالت شنو كاينه ايمان، خلعتيني. الغد ليه سالوا من الخدمه ديالهم، ايمان من الرقص كيف العاده وديالا من التنظيف. مشاو جوج بيهم عند سونيا اللي هي اخت شاهندة مرت باهم. هي ما سميتهاش سونيا حتى هي راقصه، هذا غير اسم الشهره، هي سميتها السعديه. من بعد واحتفق باهم على خاطرو، عاد مشى من موراهم باش يجيبهم. مني جابهم للدار قال لهم جلسوا، بغيت نقول لكم واحد الهضره مهمه. مع العصر غادي يجي واحد الراجل غادي يديك باش تنظفي ليه القصر ديالو، وغادي تقولي ان سميتك ايمان وانتي اللي كنتي كترقصي. ديالا صرت تسريقها بخوف وبقات كتشوف ختها. من بعد جا هذاك الراجل اللي كان راجل كبير، عيط عليها باها. خرجت شاف في هذاك الراجل وسالو ريوغو، قرب منها شد ليها في شعرها وقال لها غزال شعرك، علاش كنت كتخسريه بداك البوكلاج؟ انا ما كيعجبني هكا الشعر رطب مسرح، جاك زوين بزاف. شاف فيه باها وقال ايوا شتك كتغزل في بنتي قدامي وارى الفلوس بعدا. داك الراجل قال ليه ايه تستاهل، علاش لا، هاد الزين كله ماشي نعطيه فيه غير الفلوس، راني نعطي فيه الالماس. جبد واحد الرزامي ديال الفلوس كبار من واحد الشنطه ديالو صغيره وعطاهم ليه ودا معاه البنت وخرجوا. بعد مده جلس سمير وهو كيحسب في ديك الفلوس فرحان بزاف وفي نفس الوقت كيكمي. واحد جوج رزمات لاحهم عند شاهندة وقال لها انتي راني ما نسيتكش، شديتها الله في راسك. فجأة سمعوا الصونيت ديال الباب، تخلع سمير وبدا كيجمع الفلوس. قال لها جمعي هادشي عليا، دخلي خبيه في الماريو، شكون هذا اللي غيكون جاي عندنا في هاد الساعه؟ قالت لي شاهندة بحالك، بلاتي نشوف شكون. مشات تحل الباب كتلقاها اختها سونيا، شفت فيها باستغراب وقالت لها سونيا. قالت لها سونيا مالك اختي تعجبتي، شتك ما باغاش تدخليني؟ لا زعما البنات كانوا بايتين عندك وما قالوش لي انك غادي تجي. ايوا داكشي علاش، حيتاش مخبين عليا الحفله اللي دايرين، ما بغيتونيش نحضر معاكم. قالت لها حفله؟ اش من حفله؟ قالت ايوا شوفوا نتوما اش من حفله، البنات هما اللي قالوها ليا، ايوا جيت انا باش نزرد وناكل ونشرب. سمير قال لها بعصبيه اش من حفله، اش كتقولي السعديه؟ قالت لي ايه اجمع فمك صون يلا يخليك. البنات ها انا جيت فينكم. خرجت وحده وهي تقول لها سونيا وفين هي اختك ايمان؟ عيط عليها اديالا. ضحك سمير وقال لها واش سكرانه ولا شاربه شي حاجه؟ واش عميتي؟ هذه راها ايمان حبيبتي ماشي ديالا. ضحكات سونيا وقالت والله الا البنات كان عندهم الحق مني قالوا لي انك ما غاديش تفرق بيناتهم، هادي راها ديالا ماشي ايمان الشريف. سمير جاوبها بعصبيه وقال لها سعديه سيري لدارك، ما تجيش اختي تفرع عليا دابا راسي. قالت ليه شنو ما تيقتينيش، هادي والله تا ديالا راه ماشي ايمان. قال لها واش من نيتك، راكي عارفه ديالا شعرها رطب وايمان كتبوكلي شعرها. ضحكت بسخريه وقالت ليه وراه هما فاش جاو عندي طلبوا مني نعيط لهم على الكوفوره اللي كنتعامل معاها، وجات عندي الكوفوره وديالا دارت شعرها بوكلي بحال اختها، وايمان حيدت البوكلاج وسرحت شعرها. فهمتي دابا ولا ما فهمتيش؟ قالوا لك حق اللوك ديالهم طلع لهم في راسهم وكل وحده بغات تبدل اللوك. سمير شاف فيها بصدمه قال كيفاش؟
واش انت ايمان؟ انت ماشي ديالها؟ واش لعبتوا عليا انت واختك كتفلاو عليا؟ والله حتى مكلخ. ما كاينش شي واحد ما يقدرش يميز بين بناته واخا يكونوا توام، ولكن انت راك باهم مزيودين على يدك ومربين على يدك، ضروري غتميزهم. لا لا، هادي هادي ماشي ديالها، هادي امام. قالت ليه سونيا وبازلك مازال كتسنطح. ايوا انا غادي نثبت لك بان هادي ديالها باش نشوفك واش غتحشم ولا ما غتحشمش. دوري لهنا. دورتها وعرات ليها حوايجها. هو يشوف هذيك الحرقه اللي كانت على ظهرها. هو فوا شاف الحرقه تصدم، بدا كيغوت وكيقول بلات الكلاب تفليتوا عليا، كتضحكوا عليا. مزيان تبارك الله، برغوشات يلا خرجوا من البيضه يضحكوا عليا انا. بدا كيضرب فيها. جات واحد الهستيريا، كيفكر غير في الفلوس. الجشع والطمع خلاه يفقد اعصابه، حيتاش ديالها ما عنده ما غيدير بها، ما غاديش تقدر ترقص وتجيب ليه الفلوس وتجيب ليه الغرامه. كانت كتجيب ليه بنته الاخرى فلوس صحيحه، وها هي مشات، واللي بقات عنده هادي غير مريضه وما غتقدر دير والو. رايان رجع لارض الوطن بعد غياب دام سنتين وهو خارج البلاد. باه كان كيعنق فيه، وكذلك خالو. قالوا ليه توحشناك توحشناك وخليتي بلاصتك. نهاد وقال حتى انا توحشتكم. مرت عمو حتى هي عنقاتو، حيت عزيز عليها بزاف وكيبقى فيها من نهار ماتت الوالده ديالو. ملكه قالت يلا ماريا يلا وجدوا الماكله بالزربه. شافت فريان وقالت ليه ولدي انا درت لك كاع الماكله اللي كنتي كتبغيها، انا باقا عاقله شنو كيعجبك. ضحك ريان وقال لها والله العظيم لا توحشت انا الماكله ديال المغرب. تخيلي راني هبطت لهنا غير على قبل الماكله. قرصاتو من خدو قالت لي ياك وحنا ما توحشتيناش، حنا بعدا خليتي علينا الدار خاويه. قال لها اكيد توحشتكم. العائله كلها كانت مجموعه في واحد الغداء عائلي احتفالا بالحفيد العائد من السفر. كانت واحد الشخصيه عنده مميزه وكل شيء كيبغيو كيحترموه. قال لي باه دابا شنو ناوي دير البطل؟ واش غادي تدخل الشرطه اولا عرفتي اش غادي دير؟ انا غادي نعطيك اداره الشركات، خليني انا نرتاح شويه. ابتسم ريان وقال باه لا الوالد، انا خاطيني شغل التجاره، انا بغيت ندخل الشرطه، كان هذا هو الهدف ديالي منذ البدايه. بالنسبه للشركات باش نكون انا مدير على البشر ما نقدرش على داك الشيء، وما غاديش نستحمل غلطه واحده، اي واحد غلط غادي نعلقه. بداو كيضحكوا عليه وقالت ليه ملكه ديرها. ولكن هادوك راه ماشي مجرمين، بالعكس الموظفين ديال با كلهم ناس محترمين، الله عمر ليهم الدار. هو يقول لها لا غير خليني انا مع المجرمين، حيت المجرمين والمساجن هما اللي كنعرف نتعامل معاهم، راكي عارفاني ما كنرحمش البشر. ومرت الأيام والشهور والسنوات، وبالضبط بعد مرور 5 سنوات كانت ديالا جالسة في بيتها ساهية في الماضي، كتفكر هادشي اللي وقع، وماشي أول مرة كتفكرو، ديما كتفكرو. رجعت بذاكرتها اللور مني قالت لختها كيفاش يعني غادي نتبادلوا الأدوار. قالت لها إيمان ضروري، ما عندناش شي حل آخر، حيتاش سمير ناوي يبيعك لواحد الراجل شارف، وانتي ما غتقديش على الزواج وغتقدريش عليها. انا عارفه، انا سمعت بني كيقول الا مشيتي تمثلي في يديه فهو عنده زيت ناقص. ياك اليوم غادي نمشيو نباتو عند سونيا، شوفي غنطلبوها تجيب لينا الكفوره اللي كتعامل معاها، غادي نقولوا لها اننا بغينا غير نبدلوا اللوك وصافي، طلع لينا اللوك ديالنا في راسنا. انتي غديري شعرك بحالي وانا غندير شعري بحالك، وديك الساعات هو غادي يدوخ وما غاديش يقدر يفرق بيناتنا. انا غادي نلبس بيجامتك وانتي غتلبسي بيجامتي. ايوا وانتي عارفه سونيا غادي تسترها، سونيا راه ما كتستر حتى شي حاجه، وفحال والو تمشي وتقولها ليه. ما غاديش تمشي ديك الساعه طبعا، تقدر تمشي من بعد، ما غتقولها ليه حتى يكون اللي عطا الله عطاه، ما عندنا غرض فيها دابا. المهم انتي ما غاديش تزوجي هذاك الراجل شارف، الله يحفظ له الستر، الزواج يقدر ياثر عليك. وثانيا انا غادي نرتاح اختي من داك الرقص ومن داك التبهديل ومن داك الويل. دابا عند بالك انا مي كنلبس هذيك بدله الرقص اللي معريه اكثر من اللي مغطيه من جسمي، واش صحاب لك كنكون مرتاحه عاجبني الحال، والرجال كينهشوا في جسمي بنظراتهم، انا ما كنحملش راسي،
ولكن انا مجبوره على هذا الوضع. شتي سمير، انا عارفه غادي يخدمك، ولكن الله ما خصك تغسلي الماعن وتضربي الجفاف اولا يبيعك لهذاك الراجل شارف اللي يبقى يمارس عليك الشهوات ديالو الحيوانيه. قالت لها ديالا بحزن: ولكن انا اختي ما نقدرش نعيش بلا بيك، وحد انا خايفه. قالت لها ايمان: قصحي قلبك، ما تخافيش، ماشي وقت الخوف دابا، خصكي تكوني قويه. حمد الله انني سمعته قبل ما نتفاجئوا ونتحطوا امام الامر الواقع ويبيعك ديال بصح. ربي بغاني ديك الساعات نخرج نشرب ونسمعو كيهضر معاها. ديالا بكات وقالت لها: ولكن انا خايفه بزاف، وفي نفس الوقت انا كنكرهو. قالت لها ايمان: غير انت اللي كتكرهيه، انا اختي لا تلقوني عليه راه ما نعاودلكش شنو غادي ندير فيه. هنا ايمان حيدت واحد السنسله كانت ديال الذهب في عنقها، سنسله غليظه وساويه الثمن. قالت لها: شوفي هاد السنسله بغيتك تهلاي فيها، عمرك ما تفرطي فيها حتى نرجعو عاوتاني نتلاقاو، وما تخافيش انا غادي نرجع لعندك وغادي نرجع نقلب عليك. ديالا بقات كتشوف السنسله، ديك السنسله اللي ما كانت سنسله عاديه، كانت سلسلة من الذهب الخالص وكتلمع. قالت لها بانبهار: واو على سلسلة سوينة بزاف، منين جبتيها؟ باينة فيها غالية وهاد شكلها مميز. كنظن هذه تصايبات سور كوموند، وما كنظنش ان بحالها كتصايب في المغرب. منين جبتيها يا العفريته؟ قالت لها: خديتها من واحد الفيلا كنا خدمنا فيها واحد النهار. شتي هادوك ولاد البرجوا كاع ما غادي يحسوا الا تخدات من عندهم شي حاجه بحال هادي، اودي عندهم اللي يتحرق ما يتم. دابا المهم خليها عندك وخبيها، وعندك داك الشلعبي ديال سمير يشوفها، خليها عندك لدوير الزمان. الا مشيتي تمرضتي يتزاد عليك الحال وما عطاكش فلوس الدواء، بيعيها وعالجي بها راسك. فاقت من ذكرياتها على صوت شاهندة مني قالت لها: نوضي وجدي راسك، غتمشي اليوم مع سونيا غترقصي واحد جوج رقصات. مهم بعدا واخا دبري غير واحد 2000 درهم، اللهم هي ولا بلاش. من بعد سالت من الرقص ديالها، دخلت للغرفه اللي كيبدلوا فيها وهي كتنهج، جبدت حبه من دوائها وشرباتها وحطت يديها على قلبها. شويه وهي كتدخل عليها سونيا، قالت لها: نوضي ديالا، راكي مازال ما ساليتيش، نزلي دوري على الطوابل ديال الكليان وحاولي تاخدي من عندهم الفلوس، هادوك راه لاباس عليهم، ومني كيكونوا شاربين راه ما كيعقلوش راسهم شحال كيخرجوا. ايوا ديري داكشي اللي علمتك يا ويلي، حيت لما دخلتيش لباك داكشي اللي بغا غيخرجك عاوتاني غدا باش تكملي ليه الفلوس. المهم داز الوقت ورجعت للدار لحد ديك الفلوس قدام باها، ودخلت لبيتها كتبكي بقهر، توحشت اختها بزاف، هي عزيزه عليها. ومرت الايام، دخل ممدوح المكتب ريان وقال بعصبيه: شتي ديك الكلبه اللي شدوها في الدهاره؟ شدوها في الدهاره وجايه كتبكي علينا وكتمسكن، عند بالها غنطيق بها. ريان قال بهدوء: وصافي يا ممدوح وعبرد. وزيتون: تراك وصيتي عليها غادي تهلاو فيها مزيان، ما كاينش لاش تعصب. شويه كيسمعوا لها راجل مراج. ريان قال ممدوح: وتشوف شكون حل الباب. هو يدخل واحد الراجل اللي كيعرفوه مزيان، هو واحد رجل اعمال معروف سميتو فريد. وقف ريان وقال: ياك والو باس من على هاد الصداع السي فريد؟ قال ليه: عتقني يا حضرة الضابط، هاد خيتنا سرقاتني. ريان بقى كيشوف فيها بصدمه، مني لقاها هي نفس هذيك الحوريه اللي خطفات قلبه. واللي زاد صدمه كتر هو السلسله ديال الوالده ديالو اللي شافها في عنقها. حضرة الضابط، هاد البنت سرقت لي الذهب وسرقت لي فلوسي. قالت ديالها ببكاء وبمراره: لا شاف، انا ما سرقت ليه والو، ما سرقت له ذهب لا فلوس. فريد كان غير كيكذب عليها حيت عرض عليها واحد الليله حمراء، ولكن هي رفضات وما تحملتش حتى يحط يدو عليها. داكشي علاش بغى ينتقم منها، هددها بالحبس وقال لها: الا ما قبلتيش غادي نحط عليك الباطل وغادي نديك الحبس. مع ذلك تشبتات بكرامتها وكبريائها ورفضات وقالت لي: جري طوالك، دير اللي بغيتي، انا بعدا عارفه راسي ما سرقاش. المهم حلوا ليهم محضر. ريان قال لها: دابا غترجعي للراجل فلوس وداكشي اللي سرقتي ولا غادي نهبطك للكاشو.
قالت ليه ولكن انا ما سرقت والو، ما سرقت والو. عيونها الزرقين كانوا عامرين بالدموع، وكان ريان مصدوم فيها. نفس لون عيون الوالده ديالو الله يرحمها، ونفس شكلها، كتشبه ليها بزاف. ما كانش متيق هاد الشبه الغريب بيناتهم. بقات كتبكي بهستيريا، حست بواحد الالم شديد في صدرها، وقالت عافاكم كاس الماء، كاس الماء. فريد قال لها واخا ديري اللي درتي والله ما رجعت ليا فلوسي ايمان تنازل على المحضر الشاف. ريان شافها ولات كتقطر بالعرق، وقال لها مالكي بغيتي الماء؟ هاكي الماء. مد ليها الكاس ديال الماء، يديها كانوا كيترعدوا. يلا غادي يعطيها الماء، حتى طاح ليها من يديها وتهرس، ترخات وطاحت على الارض. ريان تحنى لمستواها بصدمه، بقى كيقيس ليها في حنكها وكيقول لها هي فيقي، عند بالك هاد التمثيل غادي ينفعك هنا؟ ممدوح عيط للضابط اللي كان برا وقال ليه باش يجيب الاسعاف. ممدوح بدا كيقيس لها النبض ديالها وقال ما كاينش النبض، وقيله ماتت. ريان بقى كيشوف فيها بصدمه، قلبه بدا كيدق بجنون. كان اول مره قلبه كيدق بهاد الطريقه، وهو كيشوف هاد الحوريه اللي مجبده على الارض. شويه دق الباب ودخل واحد الضابط اخر وقال شاف هادو اهل المتهمه. دخلت شاهندة وسمير وهما مخلوعين مني شافوها فاقده الوعي بحال شي جثه هامده. ممدوح قال احنا طلبنا الاسعاف وقريب غادي يجيو. سليم قال اش من اسعاف، غادي يكون غير طاح ليها الطونسيون، هادي راها غير كتمثل، هادي بنتي وانا عارفها. وشاف شاهين بواحد الشوفات فهماتو، زعما بغا يقول لها سكتي، حيت سمير خاف على راسو، خاف انهم يعرفوها مريضه بالقلب، وديك الساعات هو اللي غادي يحبسوه. كيفاش هي مريضه وهو كيخرجها تخدم؟ شاهندة جبدت من ساكها واحد العلبة صغيرة ديال الدواء، حلت ليها فمها وحطت ليها ديك القرص تحت لسانها. ريان شاف شاهندة مني درت هاد الحركة، هو يقول لها بسخرية مني هي كتمثل، علاش عطيتي هاد الدواء؟ جاوبته بسرعة وقالت ليه لا، هاد الدواء غير ديال الطونسيو صافي. هي راه ديما هكا، مني كتخاف اولا كتورط في شي مصيبه كتمثل وكدير راسها انها فقدات الوعي. هذه بنتي وانا حافظاها، انا اللي ربيتها. شويه دخل الضابط كيقول ان الاسعاف وصلت برا، بدات كترمش بعينيها، بدات كترجع لوعيها. هو يقول ما ممدوح الضابط لداك الضابط اخر غير صيفطهم يمشيو في حالهم، السيده راها غير كتمثل. سمير قرب من داك فريد، حاول انه يتفاوض معاه وقال ليه عافاك خرجها، خرجها وانا غادي نعطيك اللي بغيتي. فريد قال ليه هي راه عارفه شنو بغيت، غنخرجها مقابل واحد الليله معاها. سمير عقد حجبانه بتعجب وقال قول لي انت بغيتي داك الشيء، صافي واخا غير تنازل ليها وكون هاني، داكشي اللي بغيتي غادي يكون. هنا قرب فريد من ريان وقال شاف انا غادي نتنازل على المحضر، البنت باقا صغيره وما بغيتهاش تكرفس في الحباسات، وباها وعدني انه غادي يرجع ليا داكشي اللي سرقات ليا. ضحك ريان بسخريه وقال ياه بهاد البساطه، اش هاد التسامح، اش هاد الاخلاق العاليه عندكم؟ خرجوا عليا برا، كلشي يخرج الا هي. خرجوا هما مخلوعين. مشى جلس في الكرسي ديال المكتب ديالو، تكا باريحيه وقال نوضي تقعدي، نوضي صافي راه المسرحيه سالات، راه كلشي خرج. ناضت ديالها ما كانتش قادة توقف، غير بزز. بقى كيشوف فيها، نظراته كانت على شفايفها. قال لها ما شفايفك زرقين اكيد من البوسان. صرت ديالها رقه بتوتر وقالت انا انا بغيت نجلس، واش ممكن نجلس؟ ضحك وقال لها لا لا مأدبه مع راسك، واخا جلسي. دار قرب منها بشويه ونطر لي هذيك السلسله معنقها وقال لها شفاره، شتي هاد السلسله شافراها؟ قالت ليه بتوتر لا انا. قال لها سكتي، دابا انت بغيتي تقنعيني انك انت غتكون عندك سلسله بحال هادي، واش عارفه هادي شحال كتسوى؟ واش عارفه هاد السلسله شكون اللي مصايبها وفين تصايبات؟ هاد السلسله ديالي وتسرقت من داري. هي بقات كلها كترعد، ما يمكنش، واش كانوا خدموا عنده في الفيلا ديالو من قبل وهي ما بقاتش عاقله؟
صرت تسرق بتوتر، وقالت ليه واش فعلا ديالك؟ قال لها ديالي. شتي زهرك فين طيحك؟ وانا اللي كيطيح معايا راه ما غيتوقعش شنو ممكن يوقع ليه. قالت لي عافاك دير اي حاجه، حبسني كاع. انا ما بغيتش نرجع لعندهم، ما ترجعنيش لعندهم. شاف فيها باستهزاء وقال لها العجب اول مره واحده كيعجبها الحبس. عندك يسحب لك راه فيه رجال، ما فيه لا رجال لا فلوس. كوني هانيه. ما جاوبتش على الاهانات ديالو وبقات كتطلب فيه. قالت ليه عافاك الشاف، انا ما بغيتش نمشي لعندهم. الا مشيت لعندهم راه غادي نطيح في شي مشكل. عافاك خليني هنا. واش عند بالك هذا اوتيل وكنصادفوا الناس هنا باش يرتاحوا؟ هذا راه حبس. واش عارفه شنو هو حبس؟ ولكن ماشي مشكل مادام بغيتيه، والله ما نخسر لك الخاطر. عيط على ديك الضابط وعطاه الاوامر باش يهبطها للكاشو، وقال ليه هذه بغيتها تربى. كانت خارجه مع الضابط وهي كلها كترعد، ولات كلها زرقاء. ما قدرش يقاوم داك المنظر اللي شاف، بقات فيه بزاف وقال تسنى صافي سير انت وخليها. شاف فيها وقال لها جلسي. رفع السماعه ديالو وطلب ليها كاس ديال الماء وشي عصير. بعد فتره دخل هذاك الكرسي اللي كتسخر عليهم، حط الصينيه اللي فيها كاس الماء وفيها كاس ديال العصير. قال لها شربي. هزت الكاس ديال العصير وبدات كتشرب منه شويه، ويديها كلهم كيترعدوا. ما كانش فيها غير العطش، كان فيها حتى الجوع. كانه قرا افكارها. شاف فيها وقال لها فيك الجوع؟ حركت راسها هو يقول واخا انا غادي نطلب لك الماكله. عيط على العساس وقال لي يمشي يجيب لها شي ساندويتش. جاب لها الساندويتش وبقى كيشوف فيها وهي كتاكل. كانت كتاكل بشراهه كانها سنين ماكلات. هو كان مربع يديه في الكرسي ديالو وكيتامل الملامح ديالها الجميله. كانت بالنسبه ليه بحال شي لوحه مرسومه قدامه. مني سالات مسحت فمها، طلع حجبانو ببرود وقال لها ساليتي. حركت راسها وقالت ليه شكرا لك بزاف، ولكن بغيت غير نعرف شنو بغيتي مني، علاش ما صيفطتينيش للحبس؟ قال لها قولي لي مني كنت دخلت عليك للغرفه ولقيتك جالسه في الارض، ديك الساعه سرقتيه في هذيك الوقيته بالضبط. شفت فيه بصدمه وقالت غرفه؟ اش من غرفه؟ ابتسم بخبث وقال لها الغرفه ديالي في الفيلا ديالي. علاش ما عقلتيش مني دخلت عليك ولقيتك فيها؟ من 7 سنين فاتوا، ياك ما نسيتي اولا حيتاش عندك الكليان بزاف؟ داكشي علاش ما بقيتيش عاقله. رجعت بدا كيرتها اللور حيت هي مني كانت دخلات كانت حاسه براسها بحال اللي ديجا شايفاه. قال لها جاوبي، حيت انا مني دخلت لقيتك مخبيه شي حاجه من ورا ظهرك. شنو كنتي مخبيه؟ هي كانت مخبيه غير العلبه ديال الدواء، حيت خافت الا عرفوا مالين الدار انها مريضه بالقلب ما غاديش يخلوها تخدم. قال لها جاوبيني، علاش سرقتيه؟ قالت لي انا ما سرقتوش. قال لها وكتعرفي تمثلي؟ قالت لي انا مزوقه فيك سيدي، نتوما لاباس عليكم، اديني غير خدامه عندكم وهربني من هنا. انا مزوقه فيك، ما ترجعنيش لعندهم. قال لها واش من نيتك؟ واش سحب لك انا داري اللي جات كندخلها ليها مسخه وشفاره ومازال ندخلك لداري؟ واش من نيتك؟ قالت ليه صافي دير اللي بغيتي يا سيدي، واخا تكون غادي تحبسني غير كان ما تخرجنيش من هنا. انا الا كنت كنسرق فراه كنسرق غير بسبب با، والله ما الخاطري. ريان شاف فيها بتهكم وقال لها طبعا غديري هاد الهضره، بغيتي غير تلصقيها فيه باش انتي تخرجي منها. لا 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 ماشي عليا انا. المهم صيفطها هذيك الليله باتت في الحبس. الليل كله هي كانت كتبكي، ما جاهاش النعاس، ما كانتش متوقعه انها غادي توصل لهاد الحاله. الغد ليه جابوها داها. من بعد ما بدلات ودوشات وارتاحت، باها عيط عليها باش يهدر معاها وقال لها وجدي راسك باش غادي يجي فريد تمشي معاه. بقات كطلب وتزوق فيه. قالت ليه لا انا مزوقه فيك، الا هادي ما ديرهاش، انا غادي نشطح وغادي نشيف لك بزاف ديال الفلوس، ما تبيعنيش عافاك. قال لها ما عندي ما ندير لك، السياد انا عطيته الكلمه بمقابل انه غادي يتنازل لك، غتمشي تباتي معاه واحد الليله.
وانا ما نقدرش نتراجع في كلمتي، السيد واصل. وما نكذبش عليك، انا نخاف على راسي. وهي كطلب وكتزاوق فيه حتى كيسمعوا الدقان ديال الباب. مشات شاهين باش تحل، تصدمات، بقات كتشوف فيه. مني لقات ريان بالهيئه ديالو الطاغيه وقالت سمير، سمير عتق شوف شكون. قال لها شكون غادي يكون؟ قالت ليه حضرة الضابط. جا كيجري وديالا غير سمعاتو قفزت من بلاصتها، جات لعندو كطير، بس ليه يديه وقالت ليه انا مزوقه فيك، انا مزوقه فيك، خدني من هنا، حبسني، دير فيا اي حاجه، ما تخلينيش هنا. ريان بقى كيشوف سمير وقال ليه بحده شحال بغيتي فيها؟ سمير قال شنو؟ انت شنو كتقول هالشاف؟ ما سمعتينيش؟ واخا نعاودها، قلت لك شحال باغي فيها؟ باها ما صدقش، قرب منها، قرب حدا ودنيها وقال لها وما عندي ما نسالك، وها انت طلعتي ما سهلاش، قدرتي تطيحيه فيك، قدرتي توقعي في حبك، برافو عليك. فجأة قرب منه باه وقال له واخا الشاف ما قلتي عيب، شحال بغيتيها من الليلة؟ انا نقد عليه ريان بحال شي فهد مني كنقد على الفريسه ديالو، شدو من عنقو، لصقو مع الحيط وقال ليه بغضب ياك ما نسيتي راسك، جمع راسك وعرف مع من كتهضر. انا راه ماشي واحد موسخ من داك المسخين اللي كتجلس معاهم على القهوه، انا غادي نختار وغادي نجيبها لك من الاخر. انا ما بغيتهاش ليله ولا جوج ولا ثلاثه، حيتاش انا ما غاديش نرجعها لك مره اخرى. انا غنشريها كيف ما كانوا كيتشراو العبيد ديال شحال هادي. شنو قلتي؟ سمير شاف فيه بصدمه، شويه كانت روحو غادي تزهق حتى بدا كيكحب، عطل ريان بالجهد وبدا كيصايب حوايجو. قال ليه واخا الشاف، انا ما غاديش نردها لك في وجهك، اعطيني فيها سيدي غير 10 مليون وديها. ريان شاف فيه باحتقار وجلس بغرور على واحد سداري، دار رجل على رجل. جبد من لافيست ديالو دفتر شيكاتو، جبد السيلو باش غادي يكتب ليه المبلغ. قال صافي انا موافق، انا غادي نكتب لك المبلغ. نطق سمير وقال لا 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 الشف، انا ما كنتعاملش بالشيكات، انا غير راجل كبير وما قاريش، انا بغيت فلوسي كاش. شاف فيه باحتقار ورجع دفتر شيكاتو لافيست ديالو، ناض وقف وقال صافي واخا، انا غادي نهبط نجيب لك الفلوس من الطوموبيل. خرج ريان وهو مخنوق، ما عرفش راسو اصلا كيفاش كيدير هاد الشيء. جبت ليه الفلوس من الطوموبيل، لحهم ليه على وجهه، جرها من درها بعصبيه وقال لها زيدي قدامي. بعد دقائق كانت ديالا جالسه حداه في الطوموبيل. واخيرا تهنت من سمير والى الابد. قطع ذكرياتها صوته مني قال لها بعصبيه وبحده نزلي. الطوموبيله ديالو كان ستاسيوناها تحت واحد العماره. نزلت وهي متوتره خايفه، واحد العماره اللي كانت فاخره والدروج ديالها ديال الرخام. طلع هو الاول وهي غير تبعاه، توقف عند واحد المكتب اللي مكتوبه واحد اللائحه فوق منه، مكتب الهدول. مني قرات هذيك اللافته كانت متوتره بزاف وما عرفتش علاش جابها لهنا، اما هو فما كانش عارف راسو علاش جابها وكيفاش غادي يتزوج وحده في نظره ساقطه. ولكن هذا هو الصواب، حيت هو ما كيقدرش يدير شي حاجه حرام. هي شغلت تفكيره وقلبه من اول مره شافها فيه في الغرفه ديالو، ما يقدرش ينساها. حاول يحصل عليها لعل وعسى داك النار اللي شعله في قلبه تطفى وما يبقاش يفكر فيها، ومن يسالي منها غادي يطلقها وغادي يلوحها. من بعد داه لواحد الشقه ديالو، فتح الباب بالساروت اللي كان عنده في جيبه وقال لها هاد الشقه ديالي ملكي، انا بعض المرات كنجي نرتاح فيها، ولكن بما انني مازال عريس جديد فغادي نبات فيها دابا حاليا كل نهار. بدا كيحل البيبان وراها غرفه النوم وقال لها كاين حمام ملحق بالغرفه. قال لها دخلي دوشي وحيدي داك الوسخ اللي عليك. اتصل بالعساس ديالو وقال ليه باش يجيب لهم الماكله ويجيب ليه شي حوايج نسائيه. دخلت ديالها للمرحاض وقفت قدام المرايه، بقات كتبكي. جبدت العلبه ديال الدواء ديالها، شربت حبه وحده ودوشات وخرجت لبست الحوايج اللي كانت لابساهم من قبل حيت ما عندها ما تلبس.
خرجت عنده برا وسط الدار، لقاتو كيقاد الماكله في الطباسل، ولقات شي ساكشيات بزاف من محطوطين على الارض. قال لها اجي هزي هادو، فيهم كاع الحوايج اللي غادي تحتاجي. بقى كيشوف فيها وهي قريبه منه، ما عرفش علاش ملي كيشوفها كتسارع دقات قلبه وكيحس بواحد الشعور غريب. هي هزت ديك الساشيات، دخلاتهم حطاتهم في البيت وخرجت لعندو. قالت ليه عطيني انا اللي غادي نقادهم. عطاها تكمل ودخل هو يدوش شويه. خرج هو لابس حوايج مريحه، حوايج ديال الدار، بطولو الفارع، بجسدو الرياضي، بعضلات بطنو اللي كانت باينه من تحت التيشيرت حيتاش كان مزير. اما هي فكانت ضعيفه بالنسبه ليه بقامتها القصيره. بقى كيشوف فيها شي شوفات في شي شكل، حسات بالخوف، توترات، قرب عندها وقال لها اكيد دابا غتكوني كتسولي راسك علاش تزوجتك ياك. شوفي انا غادي نحط معاك النقاط على الحروف من الاول. انا عطيفك 10 المليون وتزوجتك حيت انا باغيك، وما نقدرش ندير شي حاجه حرام مهما كان السبب. هادشي علاش كتبتك على اسمي. ابتسم بسخريه ودار يديه في جيابو وقال لها شتي انا شحال صريح. صرت تسرقها بتوتر، بقات غير كتشوف فيه. قرب منها كتار وكتار وبدا كيقبلها. حطت يديها لا اراديا على صدرو كتبعدو عليها بحركه ضعيفه في محاوله تنفس. دفعته عليها ودخلت كتجري للغرفه. تبعها، عصباتو بزاف، دورها لعندو وصرفقها واحد التصرفيقه كانت كفيله انها تطيحها على الفراش. تصرفيقه نيت قاصحه. قرب منها وقالها بعصبيه سمعيني يا القطيطه، هاد الحركات راه ما غاديش ياثروا عليا. تمثيليه سخيفه باغا تثبتي ليا بها انت ما عندكش علاقات مسبقه وان هادشي جديد عليك. مسكينه خفتي مني. هاد القناع اللي لبستيه ديال البنت البريئه الشريفه العفيفه راه ما غاديش ينفع معايا. ياك ما طبيبه وانا ما فراسيش، راكي غير رقاصه. واش عارفه شنو هي رقاصه؟ فمن الاحسن لك شدي معايا الطريق نيشان حيت غادي نوريك واحد الوجه ما غاديش يعجبك. طلعها وهبطها باحتقار وخرج وخلاها. بقات جالسه في بلاصتها حتى داها النعاس، وفعلا نعسات. فاقت بعد عده ساعات من بعد اذان الفجر. خرجت من الغرفه بهدوء وهي حاسه بالخوف. الدار جديده عليها ومخيفه بالنسبه ليها. بقات كتفكر يا ترى فين غادي يكون مشى وفين غادي يكون نعس. واش صافي غادي يعتقها، غادي يبقى كل ليله يبات بوحدو بعيد عليها، او لا هذا غير الهدوء الذي يسبق العاصفه، ولا يمكن غادي يطلع عليه الدم بفعلها وغادي يلوحها في الزنقه وغادي ترجع لسمير. خرجت برا كتلقاه ناعس على واحد الكنابي، شعره مشاكك، ناعس على ظهره وصدره عاري. قربت منه ويديها كترعشو، حطت يديها على كتفو وقالت ليه ريان ريان. بدا كيحل عينيه، شاف فيها باحتقار وقال لها شحال دابا في الساعه؟ قالت ليه راه طلع النهار. شاف ساعته وقال لها داني النعاس ما حسيتش براسي. سمعيني مزيان اش غادي نقول لك. ناض وقف بدا كيقرب منها، هو كيقرب وهي كتبعد. قال لها عندي واحد الغرض غادي نتعطل فيه شي ساعات هكاك، ارجع نلقاك عروسه، بغيتك اليوم عروسه والا ما نعاودلك شنو ممكن ندير. توترات وقلبها كيدق بالجهد، حركت راسها بنعم. قال لها هكاك سمعي الكلام حيت انا ما كنحملش بنادم اللي كيتعكس معايا. دخل دوش، البس حوايجو ومن بعد خرج. جلست على الكنابي اللي كان جالس عليه كتفكر في المستقبل وشنو مخبي ليها. تفكرات كلامه وما كان عندها حتى شي حل اخر غير انها تنفذو. حاولت تقنع راسها انها مراته وضروري خصو ياخذ حقوقه الزوجيه، وفي نفس الوقت كانت خايفه لما ديرش داكشي اللي بغا ويرجعها لسمير. سمير اللي بغا يبيعها لليالي الحمراء. دابا صافي ضاق الفلوس، ضاق الملايين، وغيولي ديما يدير هاد الشي.
بعد عدة ساعات كانت جالسة على نفس الكنابي، جالسة في نفس الوضعية، ولكن من بعد ما وجدت راسها لبست واحد الفستان من دوك الحوايج اللي جاب ليها، كان في اللون الوردي، ولبست واحد الصبيبات عالي، مشطت شعرها ودارت واحد المشيطة زوينة، دارت مكياج خفيف، وقفت قدام المراية كتشوف في راسها. الفستان بدلها، جاها كيحمق حيتاش غالي الثمن، عمرها ما لبست شي فساتين من هاد النوعية، ولكن ما كانش كيهمها شكلها بقد ما كيهمها الخوف اللي في قلبها. كانت متوترة بزاف وما عارفه شنو غادي يوقع. خرجت برا الكنابي، جلست كتسناه. بعد ساعة سمعت الساروت كيدور في الباب، مع كل دورة ديال الساروت كتسارع دقات قلبها. قرب منها، بقى كيشوف فيها، ابتسم بسخرية وقال لها: ما عندي ما نسالك، راه درتي عقلك. ما جاوباتوش، جرها من دراها وداها من موراه للغرفة. وقف كيحيد لافيست ديالو، لاحها على الارض باهمال، ومن بعد حل الشوميز، بدا كيشوف فيها. هي كانت واقفة جنب الفراش كلها كترعد، ولكن كانت كتحاول تقوي راسها. فجأة لقاتو عاري الصدر، صرت تسرقها بتوتر وهي كتشوف الحجم المخيف بيناتهم. شفت فيه وقالت ليه: عافاك واحد دقيقة ندخل الحمام. حرك راسو بقاه، دخلت للحمام، سدات الباب، تكات عليه وهي كتنفس بسرعة، كتحاول تهدأ راسها. من بعد جبدت واحد العلبة ديال الدواء، كانت تما فواحد الخزانة ديال المرايا، شربت واحد القرص ورداتها كيف ما كانت في بلاصتها وسدت عليها. خرجت لعندو، لقاتو جالس تنفس بعمق وقربت منه، جلست حداه على الفراش، جرها لعندو، عنقها، دور يديه مورا عنقها. هي كانت ساكتة، ما دارت حتى شي ردة فعل. شاف فيها بسخرية وقال لها: شتي مني كتكوني جالسة ومثبتة ودايره عقلك كتكوني زوينة، حيت انا ما كنحماش اللي كيتعكس معايا. دورها لعندو، غمضت عينيها مني شافتو قرب من شفايفها. ما كانتش قادرة تجاوب معاه، حيت فعلا ما كانتش عارفة، ما عندهاش تجربة. حس اللحظة انها ما عارفاش ديال بصح وماشي غير كتمثل. توترات ملي حسات لمساتو على الجسد ديالها، صرت تسرقها بتوتر وحاولت تهدأ راسها. هي بحاجة للهدوء باش يدوز هادشي بأقل الخسائر. ريان شاف فيها بسخرية وقال لها: انا ما باغيش خشبة، الا وريني المواهب ديالك. حيت انتي عندك من كل فن طرب، رقاصة وكدابة وممثلة وشفارة وعندك العلاقات الغرامية. يلا وريني هادشي، انا بغيت نشوف. وما تحاوليش تمثلي عليا دور الشريفة العفيفة، حيتاش انا ما مزوجش بنت دارهم، ما جايبش وحده بنت الناس. انتي عندك الخبرة اللي ما عنديش انا، اللي انا راجل وما كنعرفش داكشي اللي كتعرفي انتي. يلا وريني خلاص. ما تخافيش، ما غاديش نلوحك دابا، ما غادي نلوحك حتى نمل منك. ديك الساعات انا اللي غادي نقولك بسلامة. وما تنسيش الزين ديالي انني عاطيفك 10 المليون، وكل حاجة وعندها الثمن، ما يمكنش غادي ندفع هاد الثمن كله بدون مقابل. خصني حتى انا ناخد حقي، مع انني ما كنحملش دور المغتصب، ولكن الا اضطريتيني فراه غادي نديرها. بقات ساكتة، ما دارت حتى شي ردة فعل، شي اللي خلاه يتعصب وتعامل معها بعنف. بعد فترة تكا على سريرو وهو كيلهت، في حين انها هي خارت قواها من كتر المجهود. بقى كيشوف السقف، ما حملش راسو، حس بالاشمئزاز، بالحقارة من هاد العلاقة، بالحقارة من هاد الشي اللي دار. ناض بعد دقائق ودخل الحمام، خشى راسو في المدافي، لعل وعسى تهدأ دقات قلبه. خرج بعد فترة، لقاها كيف ما هي، لبس حوايجو وخرج للبالكون، بقى كيكمي بشراها، غير كنفخ معصب بزاف، ضرب يدو مع الحيط بالجهد وقال: كيفاش لا، ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش تكون باقا عذرا، ما يمكنش تكون باقا بنت، هي مجرد وحده رخيصه. لا لا،
اكيد غير كتمثل، اكيد غادي تكون غير دارت العمليه. ولكن كلشي كيدل على انها اول مره. خوفها، التوتر ديالها، تشنج عضلاتها. لا ما يمكنش، واش هادشي كله تمثيل؟ زعما تكون غير كدعي البراءه. فقت ديالها وحاسه براسها متعبه، عظامها كلهم دقدقين عليها. هزت حويجاتها وتمت داخله الحمام. عمرت البانيو بالمدافي وتخشات فيه. المدافي شويه بعدا برد عليها. لبست حوايجها، خرجت وقفت قدام المرايه، نشفت شعرها، بقات كتشوف شفايفها اللي زرقين، دارت واحد الهكر في اللون الاحمر الغامق. فجاه خرج بقى كيشوف فيها، كانت كتبان ليه بحال شي حوريه. عيونها الزرقاء اللي كانوا حميمرين من داك المدافي اللي دوشات به، وشفايفها اللي كانوا مثيرين. صرت ريقو بتوتر وقال لها: فراسك واحد الحاجه، هذيك التمثيليه اللي درتيها انا راه ما تقتش بيها. كون غير ما سمعتش باك وهو كيقول لي بفمو شحال بغيتي من ليله. كنت غادي نتيق انني اول واحد يقيسك. شفت فيه بخوف وباحراج وقالت ليه: راه انت فعلا اول واحد. ساد الصمت لدقيقه قبل ما يقطعو، بقى كيضحك وقال لها بسخريه: راه غنثيق بك حيت انا احمر بالودنين. دابا نوض جمع حوايجك حيت غادي نمشيو للفيلا. ومرت عده ايام وبالفعل جابها للفيلا باش تعيش معاهم. مرت عمو ما عجبهاش الحال حيت هي كانت طامعه انها تزوج لبنتها اللي كتقرا في امريكا، وما تسرطاتش ليها انه غادي يجيب بنت دون المستوى باش تعيش معاهم. هو ما قالش لهم التفاصيل، حدو قال لهم انه تزوج بنت يتيمه ومستواها المعيشي على قد الحال، يعني ماشي من طبقه برجوازيه. وقف طوموبيلته في البوابه الرئيسيه حدا الفيلا ديالها. صرت تسرقها بتوتر. تفكرت هاد الفيلا، ما جاش في بالها نهائيا انها غتجي ليها مجددا، ولكن هاد المره ماشي كخادمه، كزوجه، زوجه لواحد من مالكي هاد الفيلا. فتحت لهم ماريا اللي هي مديره الخدم الباب ديال الفيلا. تمو داخلين لقاو ملكه واقفه كتسناهم اللي هي مرت عمو. خلاص سلمت على ريان، ولكن ما تسوقتش لديالها وما سلمتش عليها كأنها ما شافتهاش كاع. طلع هو وياها للغرفة، قال لها: دخلي. ملكي واقفة عند الباب. دخلت وهي متوترة وخايفة. قال لها: سمعيني، انا من هنا شي ساعتين ولا 3 غادي نخرج، عندي واحد الخدمة مهمة، ما تعتبيش باب الغرفة وانا ما كاينش، وما نبغيك تهضري مع حتى شي واحد. اصلا هما ما غاديش يحاولوا يهضروا عليك، ما غاديش يتسوقوا ليك، حيت هاد الزواج ما حاملينوش وانا جبتك هنا غصبا عنهم. ديالا حركت راسها بقاه. بعد عده ساعات هبط هو باش يخدم. بقات كدور في الغرفه ديالو اللي هي غرفه جميله واسعه وعريضه. اول مره غادي ينعس معاها الليل كله، حيتاش لهيه ما كانش كينعس معاها حتى الصباح. في الجانب الاخر ملكه دورت نمرت بنتها، اتصلت بها وقالت: الو هنا. جاوبتها هنا وقالت: هاي مام، هاو ار يو. قالت لها: كي دايره، لاباس عليك؟ وكي خدام مع القرايه؟ الحمد لله، كل شيء غادي. هو هذاك ماما. عرفتي شكون تزوج هنا؟ شكون؟ ريان. وات؟ اي هلالا، ريان. ولكن كيفاش تزوج؟ انا ما فراسيش. وشكون هاد البنت اللي تزوجها امامي؟ بحالي بحالك لالا، غاب شي ايامات وجا عندنا علمنا قال لك حكا والواد غدا غادي نجيب مراتي. كلنا تصدمنا، قلنا ليه: كيفاش مراتك؟ قال لك: بحال الناس، انا تزوجتها وما درنا لا عرس لا والو. حكا والواد انا ما عنديش مع ديك الهرج والمراج. شكون هاد البنت؟ بنت يتيمه، ما عارفين لا اصلها لا فصلها لا شكون هي لا فين تعرف عليها. تحطنا امام الامر الواقع. ودبر راسو ماما، انا شنو بغيتيني دابا ندير ليه؟ ايوا اختي، كو كان فيك الربح كو راكي نتيا اللي تزوجتيه، ولكن انت ما مسوقاش، ما انتيش في هاد العالم. ماما وشنو بغيتيني ندير؟ هو ما بغانيش، انا وحاولت بشتى الطرق انني نغريه، ولكن السيد انا ما كايناش في بالو.
شنو بغيتيني نوقف مستقبلي ونجلس حداه باش هكا والواد يعطف عليا ويتزوج بيا؟ ماما صافي نساي، خلي كل واحد يعيش حياته كيف ما اختارها هو. ياك ايوا سيري الله يعطيك الدل. قطعي عصبتيني بهاد الهضره. ماما صافي عافاك ما تقلقيش، شوفي راه الزواج قسمه ونصيب، واللي مكتب له شي حاجه كيديها. هو مكتب ليه يتزوج هذيك البنت، ما مكتباش ليه انا، وحتى هو راه ما مكتبش ليا. في الليل رجع ريان الفيلا، دوز واحد النهار شاق، لقى الخدمه مجموعه عليه. تلاقى مع ملكة عند الباب، قالت ليه ولدي جيتي على سلامتك، شنو نقول لماريا توجد لك الماكله؟ قال لها لا خالتي، انا ما بغيتش ناكل، فيا الموت ديال النعاس. قولي لي ديالا واش كلات؟ قالت لي راه صيفطنا لها الماكله، على ما حنا غادي نخليوها بالجوع. قال لها واخا خالتي شكرا. طلع لقاها متكيه على السرير ونعسه، بقى كيتامل فيها، كانت ناعسه بحال شي حوريه. قرب منها وبقى يتأمل الملامح ديالها، بالرغم من أنها ضعيفة شوية وقليولة، ولكن كانت جميلة جدا. صارت ريقو بتوتر، حس براسو غادي يضعف وهو يدخل الحمام. دوش وجات تكا حداها، غمض عينيه ونعاس. بعد ساعات فاقت ديالها وحست بالعطش، لقاتو ناعس. هزت القرعه باش غتعمر كاس الماء وتشرب، لقات القرعه خوات. تمت خارجه من الغرفه، هبطت للكوزينه باش غادي تعمر القرعه ديال الماء. مع هي داخله، مع هو خارج، دخلت في واحد الشخص في الظلام ما شافتوش. طاحت القرعه من يديها وتهرسات. شعل الضو وشاف فيها بصدمه، قال له شكون؟ ايمان. هي بقات كتشوف فيه بتوتر، هو بقى كيشوف فيها وما متيقش ان هذه ايمان مديره شركه المعمار اللي تعامل معاهم اخر مره وربحات هي الصفقه. ما غاديش ينساها حيتاش دار معها بزاف ديال الاجتماعات، كانت هي اللي مسؤوله على الشركات ديال راجلها. اما ديالا حاولت تجمع داك الزاج وتلوح وسلت المهملات، وبلا ما تحس جرحات يديها. وليد شاف فيها بصدمه وقال لها شكونك انتي؟ قالت ليه بخوف انا ديالا. عقد حجبانو باستغراب وقال في خاطرو لا واقيلا انا غير كنحلم. شويه كيسمع صوت ريان اللي قال خالي شنو واقع؟ شاف فيه وليد وقال ريان اهلا ولدي، شكون هاد البنت؟ هادي ديالا مراتي. ريان هنا انتبه ليديها اللي جرحو وقال لها صافي حطي عليك داكشي، يلا طلعي باش نداوي لك يديك. ديالا طلعت معاه الغرفه، هو يقول لها بعصبيه علاش خرجتي؟ قلت لك انا ما تخرجيش من هذا الباب. جاوبته بتوتر وقالت ليه عطشت وما لقيتش الماء. مشى جاب علبه الاسعافات الاوليه وبدا كيعقم ليها الجرح بكل الحنان. هي حست بالحرج وبقات كتشوف فيه من يحط عليها المعقم، وقطعه من القطن وبدا كيعقم ليها. من سالة دار لها واحد البونسمون وقال لها الجرحة غير سطحية ماشي شي حاجة. كانت كتشوف فيه كيفاش كيتعامل معاها في قمة اللباقة، في قمة الحنان. شافت نظرة الخوف في عينيه ملي شاف الدم في يديها. قال لها صافي يلاه تكاي، مشى غسل يدو بالصابون والماء وجات تكا حداها، تفضو خلى غير واحد الضو خافت ديال الفيديوز. دار لعندها شاف فيها وقال لها بحنان علاش مني عطشتي ما فيقتينيش؟ صرت سريقه بتوتر وما عرفاش باش تجاوبو. هو بقى كيشوف فيها وبدون شعور حط يديه على حنيكاتها وبقى كيتامل لها بحنان. هاد المره مني تبغي شي حاجه فيقيني. صرت سريقه بتوتر، غمضات عينيها وهو طفى الفيوز ونعاس. نمشي لجهه اخرى وبالضبط في دار ايمان، كانت جالسه كتاكل البوب كورن اللي هو الفشار، كتفرج في واحد التلفازه اللي كانت كبيره بزاف في وسط واحد الفيلا عريقه. خرج محسن من الحمام، جا جلس حداها، شافت فيه ايمان وقالت ليه عرفتي شنو، انا توحشت اختي بزاف، حرام عليك كون غير خليتيني نقلب عليها. جاوبها بغضب
وقال لها هذا الموضوع هدرنا فيه 100 مرة وقلت لك ما تعاوديش تحليه، سمعتيني؟ هذيك اختك نسيها، نسي انها في حياتك. انا بغيتك تنسي هذاك المستنقع القدر اللي كنتي عايشه فيه. انا كنخاف على السمعه ديالي، انا رجل اعمال مشهور والصحافه كتسنى ليا غير غلطه وحده. نساي هذاك الماضي ديالك. ايمان، انا حبيتك، داكشي علاش حاولت ننظفك ونردك وحده اخرى، وكنظن انا ما قصرت معاك في والو. حطت يديها على خدو وقالت ليه لا خطيك عليا، بصراحه لقيت فيك با، لقيت فيك خويا، لقيت فيك صاحبي، لقيت فيك كل شيء. خيرك ما عمري غادي ننساه. ردتيني سيده من سيدات المجتمع الراقي. ولكن راه اختي مسكينه قاطعه وقال لها ايمان صافي سالينا من هذا الموضوع، وهذا اخر تنبيه ليك، وانتي عارفاني راه ما كنتفلاش. الا فكرتي مجرد تفكير انك تقلبي عليها بلا ما نعرف، فانا غادي نعرف، وديك الساعات غادي نحيد لك كل شيء وغترجعي للزنقه من بدا وجديد. حيتاش انا ما نعش على ودني ودبت النمله كتوصلني، وانتي عارفه هادشي مزيان. دخل باش ينعس. ايمان بقات كتشوف في الفراغ اللي قدامها. هي ما كانتش كتحبو، ما تزوجاتوش عن حب، تزوجاتو مجبره، اكبر منها بكثير، يمكن بضعف عمرها، ولكن لقات فيه الحنان اللي ما لقاتوش في باها. كان هو ارحم بكثير من الرقص والسرقه والاهانه واجبارها بقضاء الليالي الحمراء مع الزبناء اللي كيعطيوه الملايين. الغد ليه ريان هبط هو وديالها باش يفطروا مع العائله. خالهم ما كانش شافها، عرفوا عليها وقال ليه خالي صباح الخير، هذه مراتي ديالها، راكم تشوفتوا البارح. وليد كان مازال ما مصدقش، هو كيقول ان هذه ايمان، كيفاش هو كيقول ديالها؟ ما يمكنش تكون كتشبه ليها حتى لهاد الحد، نسخه طبق الاصل، فوتوكوبي. ولكن وليد اكتفى بالصمت وقال تشرفنا مدام. قالت لي شكرا، لا خطيك. في وقت لاحق كانت واقفه قدام المرايه، شنانفها زرقين كلها كترعد، والعلبه ديال الدواء في يديها. العلبه فارغه، ما بقات فيها حتى شي حبه، حيت هي ما صابتش كيفاش دير باش تخرج بوحديتها وتمشي للصيدليه. ملكه في الدار النهار وما طال، وما عندها كيفاش دير تخرج. نسات ما رجعتش العلبه لبلاصتها فين كانت، خرجت جلست على السرير، حاسه بواحد الالم، ما كانتش عارفه شنو دير. في هاد الوقيته دخل ريان للغرفه، قال السلام ومشى نيشا البلاكار ديالو، هز حوايجو ودخل باش يدوش شويه. هو يخرج عندها وشاد في يديه العلبه ديال الدواء اللي كانت خاويه. قال لها شنو هاد الشيء ديالها؟ شفتها في يديه وتصدمات وخافت. قال لها واش هاد الدواء ديالك؟ بقات كتشوف فيه بخوف وقال لها جاوبيني، هاد الدواء ديالاش؟ قالت لي هذا الدواء غير ديال فيتامينات وصافي. ابتسم وقال لها مزيان ملي كتاخديه في فيتامينات، حيتاش كنشوفك نيت ضعيفه، راكي محتاجه ليها. انا نيت كنت ناوي نشري لك شي فيتامينات باش تقوتي. تنهدت براحه وقالت في خاطرها اوف الحمد لله. شاف فيها وقال لها دابا هاد الدواء هو اللي كتاخدي، صافي غدا انا غنمشي للصيدليه وغادي ناخذ لك بزايد باش يبقى عندك، باش لا تسالى ما توقفيش عليه. جاوبته برفض وقالت لي لا ما تمشيش وما تشريش، انا مزيانه، وزيدون صافي نيت كنت غادي نقطعو، حيت لا بقيت كنشربو بزاف غادي نكون مدمنه عليه. دخلت كتجري للحمام، سدات الباب عليها وتكات على الباب، حطت يديها على قلبها، حاسه بواحد الالم. كان ضروري خصها تاخد الحبه اليوم، ما خداتهاش وما غاديش تقدر تتحمل. شويه خرجت وهي ما قادراش تمشى، رجليها نملو عليها، صدرها كان كيضرها. عيات ما كتقاوم باش ما يكتشف الحقيقه ديال المرض ديالها، ولكن ما قدراتش، هادشي كان قوى منها. هو شاف فيها بقلق وقال لها ديالا مالكي، شتك ما عجبتينيش؟ واش حاسه بشي حاجه؟ واش مريضه؟ حطت يديها على راسها وقالت ليه انا ما جات فين تنطقها حتى كنت غادي تطيح على الارض فاقده على الوعي، لولا انه جا كيجري وشدها بين دراعو، نطق بفزع مخلوع عليها
وقال: ديالا مالكي، جاوبيني، ديالا ردي عليا. ولكن لا حياة لمن تنادي. خرج بها كيطير، حطها اللور في طوموبيلتو وطلع باش غادي يسوق. دوار الطوموبيل بسرعة جنونية، هو خايف عليها بزاف. تبت المرايا عليها وكل ساعة كيشوف فيها وكيقول: ديالا ما تخافيش، احنا قربنا نوصلو، ديالا قومي عافاك. بعد دقائق قليلة وصل بها المستشفى. بدا كيصرخ على الممرضات، طالب المساعدة. جاو كيتجاراو وجابوا ليه داك السرير المتحرك، حطها هو على السرير والممرضات تمو غادين بها قدام عينيه. ريان وقف هو حاس بالقلق الشديد عليها، ما عارفش شنو وقع عليها. بدا كيدوز يديه على شعره بعصبيه، ما فهم والو. هادشي كله وقع خلال ثواني قليله. العائله ديالو وصلوا من بعد منه بدقائق. تخلعوا من شافوه هابط بها. جات عنده ملكه كتجري وقالت: ريان مالها مراتك، شنو وقع عليها؟ قال لها: ما عرفتش خالتي، فجاه لقيتها فاقده الوعي، غادي نديها المستشفى. بلاتي ولدي حنا نعيطوا لسيارات الاسعاف تجي ديها. قال لها: لا، انا ما غاديش نتسنى سيارات الاسعاف تجي، الوقت اللي غادي تجي فيه غادي نكون انا ديتها. العائله ديالو تبعوه مباشره. قرب منه باه، حط يديه على كتفو، قال لي: ولدي مالها مراتك؟ بقى كيدوز يديه على شعره بعصبيه وبقلق وقلبه غادي يخرج من بلاصتو. قال: ما عرفتش بحالك. راه الطبيب داخل عندها شويه وهو يخرج طبيب. وقال: فين هو راجلها؟ جاوبوا ريان بسرعه وقال: انا راجلها، مالها؟ طبيب شاف فيه وقال: علاش خليتو المريضه بلا دواء؟ قال ليه: شنو كتقصد دكتور؟ ما فهمتش. قال ليه: الحاله ديالها تدهورات بسبب الاهمال. ريان كان مازال ما مستوعبش اش كيقول الطبيب. قال: دكتور انا ما فهم والو. قال لي: كيفاش ما فهم والو؟ علاش انت ما عارفش ان مراتك مريضه قلب؟ ريان حس بالدوخه وقلبه بدا كيدق بالجاد وقال بقلق: لا، ما عارفش. للاسف مراتك عندها القلب وما كانش من المفروض انها دابا تدير علاقه جسديه حتى وكانت شافه، خصوصا انها كانت اول علاقه لها في حياتها، والمره الاولى كتكون شويه صعيبه وهذا الشيء اثر عليها. انا درت لها فحص شامل باش نعرف شنو الحاله بالضبط. ريان كان مازال مصدوم وما مستوعبش هادشي اللي كيقول الطبيب. قال ليه: كيفاش دكتور اول علاقه يعني اول مره فاش كيكون الافتضاد، هاد العلاقه كتحتاج لواحد المجهود وبالتالي فالقلب كيتاثر، وبما انك الزوج ديالها فمن المفروض انت تكون عارف هادشي، ماشي انا اللي غادي نوريه لك. ريان شاف فيه بصدمه وقال له: يعني مراتي كانت مازال بنت وهذه اول مره قاطعوا الطبيب. وقال له: ورا هادشي اللي كنقول لك من الصباح، ولكن كاين العلاج. مراتك محتاجه تزرع واحد الصمام في القلب. هاد العمليه مضمونه وناجحه، حنا كنديروها بزاف ديال المرات وان شاء الله غادي تشافى وغادي ترجع احسن من الاول. ولكن خصك تقنعها انها خصها ضروري دير العمليه، حيت ما كاين حتى شي حل اخر من غير العمليه. ريان غمض عينيه بألم وجمع يديه على شكل بنيه وضربها بالجهد على الحيط وقال: علاش ظلمتها وأديتها وشكيت فيها. الطبيب مشى في حالاته، قرب منه باه وقربت منه ملكة، حيت هما كانوا بعادين لأن الطبيب طلب أنه يتكلم معاه على انفراد. باه حط يدو على كتفو وقال: ريان شنو واقع وشنو قال لك الطبيب وشنو عندها مراتك؟ جاوبوا بألم وعينيهم مغرغرين بالدموع وقال ليه: الطبيب قال أنها عندها القلب وخصها ضروري دير عملية. هنا ملكة شاقت بفزع: الله يا بنيت الله، مسكينة باقة صغيرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تخافش ولدي، دابا تشافى إن شاء الله. شاف فيها وقال لها بألم: غتشافى، أنا غادي ندير المستحيل باش تشافى، أنا غادي نسفرها برا، غادا نعالجها في أحسن المستشفيات في العالم. غمض عينيه بألم وصرت هذيك الغصة في حلقه. بدا راسو كيصور ليه بزاف ديال المشاهد، هو بحال اللي كان شاك في شي حاجه كيشوفها ماشي تلهيه،
ولكن كان كيقول انها غير كتمثل، وها هو دابا عرف انها ما كتمثل ما والو. قال له باه دخل عند مراتك اولدي، دخل عند مراتك وطمئن عليها وقنعها باش دير العمليه، باش هكا تشافى وترجع لدارها على رجليها. ريان كان تالف، كيحس براسو مغيب. قال ليه باه بحنان دخل يا ولدي، دخل عند مراتك، عطيها القوه، عطيها الحنان وقولها اننا كلنا معاها، هذيك راها بنتنا. ريان شاف فيه بعينين مغرغرين بالدموع وقال ليه كتقصد نمشي نودعها؟ قال ليه باه لا وليدي ما تقولش هاد الهضره، الاعمار بيد الله. قال ليه ولكن هذه راه عمليه قلب، واش عارف شنو عمليه قلب؟ وهي ضعيفه وما غاديش تستحمل. كمل بوجع وقال علاش خبات عليا؟ انا ما كنتش عارف، ما كنت عارف والو، انا السبب، انا السبب. دخل عندها ريان، لقاها مغمضة عينيها، غير حست بالحركة في الغرفة، حلت عينيها. مني شافتو بغات تجلس، قرب عندها وقال لها غير بشوية عليك. شافت فيه بدموع في عينيها وقالت ليه سمح ليا بزاف، سمح ليا حيت خبيت عليك، والله ما قصدت نكذب عليك. ريان بقى يشوف فيها بصدمة وبحزن وما هدرش، وبقيت كتبكي وكتأسف ليه وقالت ليه انها ما قصداش تكذب عليه ولا تخدعه. ما كانش كيسمع صوتها قد ما كان كيسمع اصوات الاجهزه اللي كانت كتضر في قلبه، اصوات الاجهزه اللي موصوله بها. كان كيشوف فيها بألم وقال لها علاش ما قلتيهاش ليا؟ نزلت دموعها وقالت ليه انا ما كنتش قاصده نخدعك، ثق بيا، انا ماشي لخاطري، حيتاش انا عارفه انك خلصتي عليا الفلوس، وكان كل همي انني نتهنى من بابا. خفت لك قلت لك حقيقه المرض ديالي، تقول لي ما عندك ما التربيه وترجعني لعنده. انا ما غاديش نقدر نرجع عنده، انا مزوقه فيك، ما ترجعنيش لعنده. شاف فيها بصدمه، قال لها واش من نيتك؟ واش عند بالك انا انسان مريض؟ واش ممكن انا نديرها؟ انا راه ماشي حقير حتى لهاد الدرجه، خصوصا وانتي في هاد الحاله. ولكن علاش قبلتي بهاد الشيء كله وانتي عارفه راسك مريضه؟ وعلاش خبيتي عليا؟ كنت خايفه ترجعني لبابا. بقى ساكت ما جاوبهاش، بقى كيشوف شفايفها اللي زرقين واللي ديما كانت كتخبيهم داك العكر احمر تحت عينيها زرق، كانت ديما كتخبيه بالمكياج. نزلت واحد الدمعة سخونة بعد ألم كبير كان في قلبه وهو مازال ما متيقش. قرب منها، جلس حداها، دوز يدي على شعرها بحنان وقال لها صافي غير سهدني، انا ما بغيتك تفكري في والو، بغيتك تفكري غير فيا انا وتفكري في حالتك، وان شاء الله غديري العمليه وغتشافي. الدكتور طمئني وقال لي انها عمليه ناجحه، ما عندك مناش تخافي، انا معاك، ما غاديش نتخلى عليك وعمري غادي نرجعك لسليم. ديالا كانت مصدومه من كلامه، حست بواحد الاطمئنان، واحد الحنان عمرها ما حسيته في حياتها. حست ان عندها واحد الشخص اللي كيبغيها في هذه الحياه، حست بان عندها سند. ابتسمت وحمر خدودها، هو بقى كيشوف فيها وقال لها ديالا واش باغا تبقاي معايا غير باش ما ترجعيش عند سمير، اولا باغاني حيتاش كتبغيني؟ صرت تسرق بتوتر واحساس بالحرج، هذه اول مره كيسولها هذا السؤال. قال لها جاوبيني عافاك، واش كتبغيني كراين راجلك ولا على قبل انني نقدتك من سمير؟ بغيت نعرف حقيقه المشاعر ديالك تجاهي. انا عارف انها ماشي كره حيتاش كنحس بها وانتي معايا، ولكن بغيت نعرف شنو هي مشاعرك تجاهي باش كتحسي وانتي معايا. اكيد ماشي مشاعر كره ياك؟ حركت راسها بالله وقالت ليه باللهفه لا لا لا، انا ما عمري ما كرهتك. احمر خدودها وما عرفت شنو تقول ليه. ابتسم وقال لها صافي لا ماشي مشكل، وانا هاد الكلمه تكفيني. على فكره انا بغيت نعتذر لك، سمحي لي بزاف حيت شكيت فيك. الطبيب اليوم اكد لي صدق كلامك بانني
كنت اول راجل في حياتك، ولكن انا ما فاهم والو. شويه تفكر واحد الحاجه، قال لها اجي هذاك العلبه ديال الدواء اللي لقيتها خاويه كانت الدواء ديال القلب ياك. صارت تسرقها بتوتر وتنهدات وقالت ليه اه كانت الدواء ديال القلب. انا انا خفت منك، ما لقيتش كيفاش ندير نخرج نجيبو، حيت راك عارفني ما كنخرجش بوحدي. قال لها ولكن علاش كان ممكن تموتي، حرام عليك، علاش كتعذبيني؟ وزيدون انا ما عمري ما غادي نستعر من المرض ولا غادي نلومك عليه، حيتاش انا انسان مؤمن، والمرض ديال الله سبحانه وتعالى هو ابتلاء ممكن يتعرض ليه اي واحد مادام عايش في الدنيا، والله سبحانه وتعالى ما كيبتلي غير المؤمن باش يختبر الصبر ديالو. الانبياء مرضوا، الرسل مرضوا. دابا المهم غادي ديري العمليه وغتشافي ان شاء الله. شفت فيه بتوتر وقالت ليه لا انا خايفه. دوز يديه بحنان على حنيكتها وقال لها ما تخافيش، انا معاك، ثقي بيا، كون كان شي حل اخر باش تشافي انا ما غاديش نخليك ديريها، ولكن ضروري ديريها باش ترجعي تعيشي حياتك طبيعيه كيف الاول. انت مازال صغيره ومازال الحياه قدامك، وما تخافيش انا ما عمري ما غادي نتخلى عليك. كان كلامه بحال البلسم اللي داوى جروحها. كنت محتاجه تسمع منه هذا الكلام، كنت محتاجه للدعم، محتاجه للسند. نهدات بحزن وقالت ليه صافي واخا انا غادي نديرها. بس في جبينها وقال لها دابا بغيتك تقوي راسك، بغيتك تكوني قويه وانتي في العمليه، ما تستسلميش باش ترجعي ليا سالمه غانمه. ابتسمت وقالت ليه شكرا بزاف، انا ما عمري غادي ننسى خيرك، ربي صيفطك ليا بحال ديك الضو اللي نور ليا طريقي، انا محتاجه ليك. شدت لي في يديه وقالت ليه عافاك، ما تخلاش عليا. حط يديه على يديها، طبطب عليها بحنان وقال لها ما غاديش نتخلى عليك، ماشي على قبلك، ولكن راه حتى على قبلي، حيت انا محتاج ليك كتار ما انتي محتاجه لي. زيرت على يديه وهي حاسه بألم، ما عرفتش واش فرحه ولا خوف من القادم. الغد ليه ريان دخل باش يطمئن عليها قبل ما دير البنج للعمليه، حيت البارح داروا جميع الاجراءات وداروا لها التحاليل اللازمه. بقى كيشوف فيها هو كيبتسم وخبى دموعه وخبى ديك الوجع في قلبه، حيت بغاها تكون قويه. قرب منها ودوز يديه على خدودها بصبعانو وقال لها ما تخافيش، انا معاك، تقوي بيا، انا هي القوه ديالك، واش كتسمعيني؟ ابتسمت بضعف وحاولت تسمد منه القوه، من عينيه، من صوته. هي كانت خايفه بزاف وهو عارف انها خايفه، ولكن كانت كتحاول تقاوم. بداو كيوجدوها باش يدخلوها للعمليه وهو تابعها، شاد ليها في يديها وكيقول لها ما تخافيش، مي غترجعي هتلقيني كنتسناك وغادي نخرج انا وياك وانتي واقفه على رجلك. بقى شاد ليها في يديها وهما جارينها على الكرسي المتحرك حتى سدوا عليها باب غرفه العمليات. هو بقى غير غادي جاي في الكولوار اللي قدام غرفه العمليات بحال الحماق. الخوف والقلق مسيطر عليه، ساعات كتمر وهي باقا لداخل. بقى كيدعي وكيطلب الله انه يرجعها ليه. عائلته ما تخلاتش عليه في هاد اللحظات العصيبه، كانت معاه لحظه بلحظه. جا وليد ورامي وباه ومليكه. شويه خرج رامي شري شي ماكله من واحد ريستو قدام المستشفى، قرب منه وقال ريان هاك كل شي حاجه، من البارح وانت هنا في المستشفى ما كليتي والو، حيت البارح كان بايت معاها. رفض ريان وقال شكرا يا رامي، ولكن غادي ناكل من تخرج من العمليه سالمه غانمه، ادعي معها عافاك، ادعي معها اخويا. رامي عنقو وقال ليه ما تخافش اخويا، ان شاء الله غادي تشافى. ملكة دمعات عينيها مي شافت منظر الخوت كيفاش كيتحنوا مع بعضياتهم، تنهدات وقالت في خاطرها الله يخليكم لبعضكم. بعد فترة خرجت الممرضة وكتطلب منهم انهم يقلبوا على فصيلة الدم قالت لهم الممرضة بان المريضة نزفات دم كتير
وهاد الفصيلة نادرة وما عندهمش المخزون. ريان بدا كيغوت او قال كيفاش مستشفى كبيرة بحال هادي ما فيهاش الدم؟ نتوما واخدين مني ملايين كتيرة وما قدرتوش توفروا دم من نفس الفصيلة. الممرضة قالت ليه اسيدي خصك تعرف بان الدم ما كيتصنعش في المصانع. الدم الا ما تبرعش به الانسان انا ما عندنا منين غادي نجيبوه. حتى شي واحد فيهم ما كان الفصيله ديال الدم ديالو شويه هو يقول لرامي بلاتي خالي وليد فين هو خالي وليد؟ ملكه قالت راه في الجامع مشى يصلي. ريان شاف فيه بفرحه وقال رامي واش خالي وليد في فصيله الدم ديالو قال ليه قال ليه اجري عيط عليه. وليد كان كيلبس صباطو خارج من الجامع. جا وليد وخداو منه الدم ودخلوه بسرعة لغرفة العمليات. رامي خرج كيجيب ليه الحليب والعصير باش ياكل ويتقوت ويعوض شوية داك الدم اللي ضاع منه. ريان قرب منه وعنقه وقال ليه شكرا خالي شكرا، خيرك ما عمري غادي ننساه. بعد عدة ساعات خرجوا الأطباء وبشروهم بنجاح العملية بتوفيق من الله. كلهم تنهدوا بفرحة وخصوصا ريان. قرب منه رامي خوه وعنقه وقال ليه مبروك اخويا. خرجوها لغرفة العناية المركزة وطلب انه يشوفها. كان خايف عليها بزاف. الطبيب رفض، بقى كيشوفها غير من مور الزاج وهي موصلة بالاجهزة. كان كيتمنى انه يضمها لصدره يخبيها من ديك الاصوات المزعجة، يطبطب عليها، يدوز يديه على شعرها بحنان ويقول لها انه معاها. مهم داز الوقت وخرجت من غرفة الإنعاش حيت تعدات مرحلة الخطر. ريان جلس جانب فراشها وشد ليها يديها وقال لها بوجع أنا آسفة ديالا. بقى معها طول الوقت ما فرقهاش ولا لحظة وحدة. بغاها مني ترجع لوعيها تشوفو ويكون حداها. بقات ديالا بالمستشفى باش يتأكدوا بأنها تخطت مرحلة الخطر. مرت عدة أيام وبدات الحالة ديالها كتحسن. هي كانت مازال ما مصدقاش أن الله عز وجل كتب لها عمر جديد وهي مازال حية. حمدت الله أنه كرمها بالرحمة ديالو الواسعة. العائلة كلهم دخلوا باش يطمئنوا عليها. بقات كتشوف فيه داك الحنان اللي كانت مفتقداه، داك الدعم الأسري اللي ما عمرها جرباته. بالرغم من أنهم في الأول ما كانوش متقبلينها او لا يمكن تقبلوها غير على قبل ولدهم. حزدات ريان في هذه اللقطة حيت عنده عائلة تبعه وعائلة واقفة معاه في السراء والضراء، وتمنات حتى هي كو كانت عندها عائلة بحال هادي. مرت عدة أيام وخرجت من المستشفى بعد فترة من العلاج الملاحظة. ريان خدها برحلة خارج البلاد. هو اعتبرها رحلة التعافي، رحلة الاستجمام، وكذلك رحلة شهر العسل. هي كانت سعيدة، كانت حاسة براسها كأنها داخل الحلم وكتمنى أنها ما تفيقش منه. اش من قدر هذا اللي طيحها في هذا الرجل الحنون، هاد الشاب الوسيم اللي خطف قلبها قبل عقلها. ستاسيونا طوموبيلتو قدام واحد الضفة اللي كانت عالية. كان شد ليها في يديها وطلعوا فوق منها. ما حست بتا شي تعب، ما حست بتا ألم في قلبها كيف في الاول لا درت غير شي مجهود بسيط ولا طلعت غير في الدروج كتبقى كتنهج وما كتقدرش تكمل، كتحس بان قلبها غادي يخرج من بلاصتو. ولكن اليوم ملي طلعت لها التله عرفت راسها انها تشافت تماما. كانت الاشجار ماليه المكان والزهور الجميله والمياه الزرقاء والعشب الاخضر. كان المكان رائع، ما عمرها ما شفت بحال جمال هاد الطبيعه. خدا ليها عده صور وفي وضعيات مختلفه بين الاشجار والزهور والماء اللي كان زوين بزاف واشعه الشمس ساطعه. قال لها شنو بالك نهبطوا العومو؟ قالت لي لا انا خايفه، هي ما عمرها عامت وما كتعرفش تعوم اصلا. قال لها ما تخافيش انا غادي نوريك. حيد التيشيرت ديالو ودخل في الماء ومد ليها يديه. حطت يديها الصغيره اللي غرقات في يدو اللي كانت كبيره بالنسبه لها، جرها لعندو. كانت قريبه منه بزاف، محاوطها بين دراعو. صرات واحد القشعريره في الجسد ديالها، توترت بزاف. ومن بعد
ارتاحت وبقات كضحك باستمتاع. عجبها الحال. مني علمها تعوم على ظهرها وترخى بحال شي سمكة وهو كان شاد فيها. هو كان متمكن من السباحة وكيوريها كيفاش ممكن تسبح بلا ما يهبطها الماء لتحت، يعني باش تبقى هكا طافية على سطح الماء. شوية وقفها، دور يديه مور خزرها وبقى كيدور فيها بالماء وهي ميتة بالضحك. ما عرفتش واش هو حرج ولا سعادة، وكل شي كان زوين بالنسبة ليها. ومرت الأيام وخداها بزاف ديال الأماكن، كان كأنه باغي يعوضها على كل شيء، وصورها بزاف ديال الصور. من بعد مشاو تعشاو في واحد المطعم كيطل على واحد الجو زوين هادئ رومانسي بأضواء خافتة. رجعوا للوطيل مع الدخلة كيصوني تليفون ريان. شفت فيه ديالها وقالت ليه شكون. ابتسم وقال لها هذا غير الوالد، اكيد غادي يكون باغي يطمئن علينا. ابتسمت وقالت ليه سلم عليه، انا غادي ندخل الحمام. جاوب رايان وقال الو الوالد، لاباس عليك؟ بخير؟ يلا لقيتينا داخلين من الزنقه، كنت غادي غير نبدل حوايجي ونعيط لكم. وباه قال اسمع ولدي، خصكم ترجعوا في اقرب وقت ممكن. ريان قال بصدمه علاش الوالد؟ ياك والو باس، ياك نتوما لاباس عليكم؟ قال لي حنا لاباس، ولكن نسيبك الاب ديال مراتك راه دار واحد الحادث ومات. ريان قال بصدمه شنو مات؟ ديالا جات عنده كتجري وقالت ليه بقلق شكون اللي مات؟ شكون اللي مات ريان؟ قطع التليفون مع باه، بقى كيشوف فيها وما كانش قادر يهدر. كان خايف عليها، خصوصا ان قلبها مازال ما تعداش مرحله الخطر. قالت ليه جاوبني شكون اللي مات؟ قال لها انا عارف انك مؤمنه. و قطعته وقالت ليه واش با هو اللي مات؟ سمير ياك؟ حرك راسو بآه وقال لها دار حادث ومات وخصنا نرجعو في اقرب وقت ممكن. جلست على الفراش وبقات غير ساكته. جلس حداها كان كيحاول يواسيها وقال لها ديالا انا عارف الشعور ديالك دابا كيفاش غادي يكون. حركت راسها بالله وقالت ليه ما كاينش شعور اصلا. بقى كيشوف فيها باستغراب. قالت ليه ما تستغربش، حيت اللي زرع شي حاجه كيحصدها. اللي زرع الورد كيحصد الورد، واللي زرع الشوك كيحصد الشوك. وهذاك الانسان اداني بزاف، اداني وظلمني انا واختي، الله يسمح ليه. ها هو مات دابا، مشى من الدنيا، انا ما غاديش ندعي عليه، بارك عليه غير داكشي اللي دار بينه وبين سيدي ربي. اما لكن عليا انا فمسامحه ومسامحه لاي واحد اداني في هذه الدنيا. هاد الهضره اللي قالت كلها ما سمعش ليها ريان، كلمه واحده اللي بقات كتردد في ودنيه انا واختي. هو ما عمره ما كان عارف ان عندها اخت، وعمرها ما جبدت لي هذا الموضوع، ولكن ما كانش وقته دابا، ما كانش وقته باش يستفسر منها ولا باش يسولها. الغد ليه رجعوا في اول طياره راجعه لارض الوطن. من المطار مشاو نيشان لدار باها. الدار كانت عامره بالعزايه، كان شاد ليها في يديها خايف عليها، ما فرقهاش ولو لحظه واحده. وصلت قدام باب دارهم، غمضات عينيها بألم. هذا الدار عاشت فيها ذكريات مريرة، داز عليها فيها العذاب. كانت كتمنى انها ما ترجعش ليها، حتى بدات كتنسى، حتى بدات كتعيش حياتها بسلام. ولكن ها هي الذكريات كتدوز قدامها بحال شي شريط. فجأة قلبها بدا كيرفرف، بدا كيدق. واش هادشي اللي كتشوفو حقيقة؟ تسمرت من كثر الصدمة، عينيها عمرت بالدموع فجأة، وقلبها تسارعت دقاته. ما مصدقاش انها كتشوف اختها قدامها، اختها التوأم اللي فارقتهم الظروف، اللي فارقتهم الحياة. ايمان كانت كتحس بنفس الشعور، تخطعت الناس وقربت من اختها. ديالا كتعينيها عليها ودموعها غير هابطين بحال شي شلال، وساكتة. نبضات قلبهم كانت غدا وكتسارع. اما ريان فما كانش مصدق هاد المنظر اللي كيشوف واحد النسخة طبق الاصل ليها، كأن ديالا كتشوف راسها في المراية، غير بواحد التغيير بسيط في اللوك بيناتهم.
كان كيشوف في ديالا وكيشوف في إيمان، هما بنفس الملامح، نفس لون العينين، نفس لون الشعر، نفس الجسد. حتى واحد ما كان عارف أن ديالا عندها أخت توأم، وبالأخص ريان. إيمان هي اللي قربت أكثر من اختها، رفعت يديها اللي كانوا كيترعدوا، كدوزها على حنيكة اختها بحنان، وهي كتأملها من وسط دموعها. ديالا قربت منها وجرتها لأحضانها، تعنقوا الخواتات وهما كيتباكاو في حضن بعضهم. تشي وحده فيهم ما متيقه انها في حضن الاخرى، تشي وحده فيهم ما متيقه انها عاودت لاقات اختها من جديد. ديالا حست بان روحها رجعت ليها، كانت كل وحده فيهم كتبوس الاخرى باشتياق شديد وبفرحه كبيره. ديالا بعدت على ايمان، حطت يديها على حنكها وقالت لها اختي قولي لي انك معايا، قولي لي انني ما كنحلمش. ايمان حركت راسها باه وقالت لها ببكاء انا معاك، انا معاك اختي، وعمرنا ما غادي نتفارقوا من جديد، انا كنوعدك. داز الوقت وكانوا جالسين وسط العيالات، وسط العزايات، وسط الصالون الكبير، وكل وحده فيهم شاده الخرا في يديها وكانها خايفه من فقدانها مره اخرى. جاو عائله ريان اللي حتى هما كانوا مصدومين، ما كانوش عارفين ان ديالا عندها اخت، وبالذات اخت توأم نسخه طبق الاصل منها. مشاو للعزايه وبقاو غير افراد العائله. ديالا جلست هي وريان وايمان اختها، وبدات كتعاود الايمان كل شي داكشي اللي وقع ليها. ايمان شفت فيها وقالت لها بفرحه اواه ما تقوليهاش، حطت يديها على قلبها وقالت لها دابا يعني دابا وليتي بخير، ما بقيتيش مريضه. ديالا حركت راسها باه وقالت لها الفضل كله كيرجع لريان. شافت في ريان وقالت ليه سمح ليا بزاف، ولكن الامور جات هكاك بسرعه، وكنت غادي نعاود ليك وكنت غادي نطلب منك تقلب ليا على اختي. اما رامي كان واقف برا مع الرجال هو وباه وخالو. وليد قال انا كنت حاس شي حاجه غريبه، وخصوصا ان الشكل الواحد كيتشابهوا بزاف، ولكن ما جاش في بالي انهم يكونوا توأم. بعد مرور 9 أشهر كانوا كلهم كيحتفلوا بإنجاب ديالا لواحد البنيته كتحمق بالزين، خدات منها شهرها البرتقالي والكثير من الملامح الجميلة. ديالا حطت يديها على حناكو وقالت ليه ريان واش مقلق حيت ولدت بنيته؟ انت كنتي باغي ولد ياك، بس ليها يديها اللي كانت على حنكو. وقال لها اهدو بالله ما تقوليش هاد الهضره، بالعكس انا كنحماق على البنات، شنو اللي خلاك تقولي هاد الهضره؟ قالت ليه حيت زعما الرجال كاملين كيتمنوا يكون عندهم ولد. ابتسم وقال لها ما غاديش نكذب عليك ونقول لك لا، ولكن البنات راه نعمه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليهم المؤنسات الغاليات، وباقي الله سبحانه وتعالى عازقنا بالبنات والولاد. انا بغيتك تعمري لي الفيلا بالدراري. ابتسمت بحب وقالت ليه ان شاء الله والله يخليك لينا. قالت ليه ريان انا كنبغيك بزاف وما نقدرش نعيش بلا بيك. بسها في خدها وقال لها وانا كنموت عليك، انت راه الاكسجين اللي كنتنفسو، لهلا خدتك ليا انت وبنتنا. هنا كيسمعوا الطقان ديال الباب، مشى ريان يحل لقاها ايمان. قالت هاي جالسين كترومانساو هنا ومخليين السبوع والناس كيسولوا عليكم. ريان ابتسم وقال لها صافي انا هابط. مشى ريان ودخلت ايمان عند ديالا، قالت لها وفينك اختي، الناس راه كيسولوا عليك، قلتي لي غتطلعي غير تبدلي. ديالا ناضت وقفات شدت ليها في يديها وقالت لها جلسي اختي بغيت نهضر معاك، انا كنعتذر لك بزاف حيت راجلك يلاه مده هادي باش مات، مازال ما كملش 40 وحنا درنا السبوع، ولكن راه قطعتها وقالت لها هذاك اسبوع البنيته انا ما كنتش غادي نرضى انه يتاجل. فرحي ببنتك، احتفلي بها وما تسوقي لتا شي حاجه. وشكون قال لك انا مقلقه منك؟ بالعكس انا كنت غادي نتقلق كل ما درتيش اسبوع لبنتك. حبيبه خالته بغيتي دار ليها احسن اسبوع، على شحال عندنا من غيرها،
هي الفريزه ديال العائله. انا وليت كنتوحشها، بطاح ليا غير امتى نجي ونشوفها، ما كرهتش ناكلها ماكله. ابتسمت ديالها وقالت لها دابا يرزقك الله سبحانه وتعالى بولد الناس اللي تولدي مع حسنتي وليداتك وتعيشي حياتك. ابتسمت وقالت لها امين امين اختي. كنت كنتمنى نتزوج شي شاب من سني، شي شاب انا اللي نختارو، ولكن الظروف بعض المرات كتفرض علينا شي حوايج ما كنكونوش متوقعينهم. ديالا قالت لها حتى دابا باقي ما فات الفوت، كوني قويه وما تخليش شي واحد يتحكم فيك، وان شاء الله غادي تعيشي شي قصه حب وغادي تزوجي الشخص اللي كتمناه. الحياه ما كتاخد منا الا باش تعطينا، وربي سبحانه وتعالى ما كيسد باب حتى كيحل بيبان، وانتي تستاهلي، ما داش عليك قليل، تعذبتي بزاف واكيد ربي سبحانه وتعالى غادي يجازيك حيتاش صبرتي. قبل ما تجاوبها دخل ريان وقال ويلا البنات خلاص. مرت عدة ايام وعاشت ديالا حياة سعيدة مع ريان اللي كان كيتعامل معها بحال شي اميرة. فواحد النهار حلت ليه قلبها وعاودت ليه كل شي، عاودت ليه الحقيقة من الاول حتى الاخر. ريان كان متاثر بشده وبقى فيه الحال بزاف على داكشي اللي عانت في حياتها. كان كيتمنى انه يكون عرفها قبل وما غاديش يخليها تعاني، ما غاديش يخليها تتألم. اعتذر لها عده مرات على انه شك فيها وعلى انه اتهمها بالشرف ديالها، وعرف ان مراته شريفه وعفيفه. وهنا أصدقائي صديقاتي كتسالى القصة ديالنا، كنتمنى تكون عجباتكم ونتلاقاو في قصة جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء.